ما قلنا اكشن، ما تخش يا منير، انت مستني عزومه. لما بنتكلم عن فيلم ناجح، البداية لازم تبقى من السيناريو. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. عشان كده كان لازم اتكلم مع صلاح الجهيني، واحد من أنجح المؤلفين على مدى ال15 سنة اللي فاتوا. أنا كتبت مثلا فيلم، تعال نقول الفيلم ده فيه 10 شخصيات، إن فيلم يكمل واو، يكمل ويطلع حلو، ده شيء صعب جدا. انت تقريبا أول واحد سمعته بيطلق كلمة يونيفرس على سلسلة أفلام هو كاتب. وبالإضافة لكونه كاتب سيناريو، صلاح كمان منتج سينمائي ومسرحي شهد نشاط كبير الفترة اللي فاتت. هو بيزنس، لو لقى إنه كسبان هينتج أكتر. حلقة غنية جدا هنتكلم فيها عن حرفة الكتابة والإنتاج وصناعة الترفيه بوجه عام. كنت صغير وانت لسه بتبتدي الكتابة، تنصح نفسك بإيه؟ هقول له أنت مش هتصدق اللي هيحصل. أنا أحمد الباز ودي ساعة عصاري. صلاح الجهيني، مساء الخير. مساء النور. أخبارك إيه؟ كله كويس. طبعا الحمد لله. طب قول لي دلوقتي، انت يعني في وسط ما انت بتكتب وبتنتج وعندك أطفال في البيت وبتعمل اجتماعات، بتلحق تنام امتى؟ انت جيت في اكتر حاجه عندي مشكله فيها. انا اوريدي عندي مشكله في النوم جامده جدا، يعني عندي، بس هي مش بسبب الحاجات دي، عندي مشكله عموما في النوم. مع الوقت الواحد ما بقاش بيحتاج يقعد يشتغل كتير. يعني انا بحس ان النهارده انا بقالي فوق ال20 سنه بكتب. بقيت عامل زي المهاجم اللي واقف قدام الجون مستني الكره تجيله ويدخلها. ما بقيتش محتاج اجري كتير، انت عندك خبره من الشغل الكتير اللي عملته، انك ما بقيتش بتجرب. يعني قبل ما ابتدي اكتب انا عارف انا هعمل ايه. اوكي. فكان زمان في تجارب، في فكره ان طب المشهد بيمشي كده، مش عارف ايه، تكتب حاجات وتمسحها. لحد دلوقتي طبعا بكتب حاجات وبمسحها، مش بمسحش، بس قصدي الليفل، نسبه تضييع الوقت قلت شويه. الواحد بقى حاسس بقيمه الوقت عن زمان. صلاح، ايه اللي خلاك تاخد القرار ان انت تدخل مجال الانتاج؟ هل زهق من كتر الانتظار ولا كنت عايز تجرب حاجه جديده؟ كتر فلوس، عارف انت بقيت منتج انت. لا، هو اللي حصل انه في مرحله بتاعت الكورونا انا كنت عملت فيلمين 2019 قبل الكورونا على طول. كان عندي ولاد رزق الجزء الثاني، وكان عندي 122، والفيلمين نجحوا جدا. وكنت متخيل الحياه هتبقى سهله بقى، يعني انت فاهم، هنعمل حاجات كتير وتبقى الدنيا اسهل. فلقيت ان ده ما بيحصلش، ولقيت ان انت بتتعطل برضو. يعني فضلت قاعد مستني حاجات، اتعطلت بشكل اكتر. انت عشان تعمل فيلم محتاج 4 اضلاع عشان الفيلم يقوم. محتاج السيناريو، ومحتاج المخرج، ومحتاج البطل او الافيش بتاع الفيلم، يعني الفيلم ده ومحتاج المنتج. لو انا بقيت 2 انا حليت نص المعادله، بقى معايا نص المعادله. وفي نفس الوقت انت ممكن لما بتيجي تشتغل مع حد زي استاذ طارق مثلا، انا برتاح يعني من انه هو خايف على نجاحه وعلى اسمه برضه. فممكن اخش انا ما اروحش اللوكيشن الا لو هو يعني بروح برضه عشان هو بيجيبني اللوكيشن، بس يعني بتبقى مطمن. انت فاهم، مش هتروح تتفرج على الفيلم في المونتاج، مش هتشوف نايله ايه، مين لبسوه ايه، يعني انت عارف الناس شاطره اللي بتشتغل. لكن مش كل الافلام هتبقى اولاد رزق، ومش كل الافلام هتبقى مع طارق، ومش كل الافلام هتبقى بالضخامه دي وفيها الليفل ده من الناس. فقلت لا، يعني على الاقل ممكن، لان احنا مش متعودين في الماركت ان السيناريست له قوه او له قيمه في اللوكيشن او قيمه في الشغلانه، تعالوا الحقيقه يعني. لكن بيحترموا المنتج. فتجيلهم من ورا، تجيلهم من حته تانية، اللي هو تمام يا جماعه مش كده، طب وانا كمان منتج، فغصب عنكم بقى. فتكتشف ده. يعني كنت اتمنى ان الناس تبقى بتقدر السيناريست اكتر من كده بكتير، لكن ده مش حقيقي. طب بس بما انك بقى دلوقتي جمعت ما بين الحتتين، الكتابه والانتاج، ابتديت تحس شويه بالصراع اللي ما بين الرؤيه الفنيه وما بين الاعتبارات الانتاجيه؟ اكيد موجوده. في حتت زي ايه بقى؟ يعني في لا، انت كواحد كاتب الحاجه بتبقى عايزه تبقى موجوده بافضل حاجه ممكنه.
وانك تبقى موجوده بافضل حاجه ممكنه، قد يكون ده مش دايما الخيار الانتاجي الاصح. يعني في ان انت المنتج اللي معاك ده بجنيه ما ينفعش تخليه يبقى ب2 جنيه. ده يبقى ده مش ذكاء انتاجي. ممكن تعملها للبرستيج والشكل العام و ان انت، لكن ده مش ذكاء انتاجي. فانت لازم في الاخر تحاول تبقى عندك القدر ان انت تنجح كمنتج، مش تنجح بس كمؤلف، انك تنجح كمان كمنتج. محتاج تقسم الاثنين مع بعض. يعني في مثلا ممكن يجي مؤلف او مخرج مش فارق معايا، مهم عندي ان حاجتي تبقى احسن حاجه في الدنيا، انجح حاجه في الدنيا دايما. شايف ان احنا في مصر بننتج افلام كفايه خلال السنه؟ اكيد لا. اوكي، بس احنا بس بعيد قد ايه من وجهه نظرك؟ ما هو اصل خلي بالك، هو الناس دايما بتبص على نص الصوره. يعني يقول لك احنا كنا سنه مش عارف ايه بننتج 150 فيلم، كنا بننتج مش عارف 70 في وات ايفر الارقام. الناس بتنسى ان في 50 مسلسل بيتعملوا في رمضان، وفي مش عارف 50 مسلسل بيتعملوا اوف سيزون بقيه السنه. ايام ما كنت بتعمل 100 فيلم في السنه، ما كنتش بتعمل 100 مسلسل في السنه. صحيح، مظبوط. يعني فهي حاجات بتكمل بعض. الناس متشبعه بشكل او باخر. خلي بالك، يعني انا اظن ان المنتجين طول ما في قاعات الدور العرض دي شغاله، يعني هي انت فاهم، السينما موجوده، الكراسي موجوده، التكييف شغال، الفشار موجود، فهم طول الوقت عايزين افلام. لو في اقبال وفي ناس هتيجي تتفرج هيحطوا افلام. يعني فاهم، فهو الكاباسيتي ساعات بتقل، اكيد ساعات بتقل لاسباب ان مثلا لسبب ما في افلام كتير وقفت، لسبب ما في مشكله حصلت فخلت ان مثلا الناس متخيله ان في فيلم معين نازل فما نزلش، ففي افلام اتاخرت يعني ساعات بتحصل الافلام بتعطل بعض او بس ده لكن لو مش معناه انه لا. انت طول الوقت لو عندك سعه انك تتملي افلام، الناس هتحط افلام. بس طبعا الناس بتقبل. يعني تفتكر يعني شايف ازاي التجربه بتاعت دخول هيئه ترفيه السعوديه في انتاج الافلام بلايرز مختلفه يعني؟ تجربه صحيه، لان انت طول الوقت عارف يقول لك ايه، عايزين ننظف عين الزبون. يعني فالناس لما هتشوف حاجه كويسه، انا مش مع فكره انه امنع ده او النوع ده من الافلام وحش او النوع ده من الاغاني وحش. لا، المفروض مش عارف النقابه ايه توقف النوع من كذا، او الناس دي ما تداش تصريح ما تشتغلش سواء افلام او اغاني او اي حاجه في الدنيا. انا مع انك اعمل كويس او اعمل اللي انت شايفه احسن. ممكن انا واحد بيتفرج دلوقتي ايه اللي انت بتعمله ده كويس، وات ايفر، اعمل الاحسن، وبالتالي الناس ما تتفرجش على الاوحش. ما انت خلي بالك المنتجين النهارده بيتباعوا بنفس التيكت. يعني انت نفس الباقه بتاعت النت اللي هتسمع بيها الاغنيه دي اللي هتسمع بيها الاغنيه دي، ونفس تذكره السينما اللي هتخش بيها الفيلم ده هتخش بيها الفيلم ده. فيمكن لما يبقى في حاجات بجوده كويسه، بصوت كويس، بصوره كويسه، بتلوين كويس، باكشن معمول بشكل حلو، بجوده تمثيل اعلى، بجوده اخراج اعلى، بحرفيه اعلى، ده هيرفع معاه السقف. لان المنتج التاني هيتحط جنبه تخشوا ليه؟ ده شكله اقل بكتير. فاتمنى ان ده يرفع السقف. طيب، لو بصينا على الافلام الاكشن او الحركه في مصر او في مصر في الوطن العربي، هتبص تلاقي يعني طبعا كلها تقريبا البطوله فيها للرجاله. شايف مساحه ان يبتدي يدخل بطولات نسائيه للافلام الزي دي؟ يعني هل ممكن تتخيل ان ولاد رزق في يوم من الايام يبقى الشخصيه الخامسه اللي مع الاربع اخوات ست وشايله جزء من الاكشن؟ بص، انا يعني كان نفسي احاول اعمل ده. المشكله انت بتعمل لما بتيجي تعمل ولاد رزق او الخليه او في الحاجات بتاعتي، كان دايما في الفيلم ده متأمرك، الفيلم ده مش شبه الفيلم ده. لو الناس صدقت هيحصل. يعني خلي بالك انت في الاخر بتقدم للجمهور حاجه، لو هو قبلها. يعني لو هو قبل النهارده نتفرج على افلام من بطوله نسائيه اكشن، تعال نبعد عن ولاد رزق، دي التجربه اللي هي اللي هوليوود عملتها، اللي تعال نعيد. لا، تعال نقول لو حصل. حتى كان لسه قريب كان في ممثله بتقول لهم انا دي ارمس، كان عندهم الموضوع انه طول الوقت فبيقولوا لما تيجي تعملي جيمس بوند، لو جيمس بوند يقلب واحده ست، هتقول ما نعمل حاجه جديده، ليه اعمل جيمس بوند ست؟ بالظبط. يعني ليه؟ ايه الفكره انك تجيبني ما اعمل شخصيه بتاعت اكشن ست؟ يعني انا بحس حته ان انت بتحاول تكرر نفس الفورمولا
اللي بيحصل بره في امريكا، ان انت حته ان انت تكرر نفس الفورمولا بس بدل ما تستخدمها برجاله تعملها يعني مثلا حصلت في اوشنز مثلا، ان ده عملوا كان فشل فيلم ذريع. بساندرا بولوك، حصل في جوست باسترز، زي ما دلوقتي بيتكلموا على موضوع جيمس بوند. انا بحس ان كل ما بتحاول ان انت تعيد انتاج نفس الحاجه بنفس الفورمولا بس بدل ما بيبقى البطوله رجالي بتبقى البطوله سيدات، بحس الموضوع ده ما بينجحش النجاح الفظيع. زي ما انت بتقول فعلا، ما اعمل حاجه ما اوريجينال، تعملي حاجه اوريجينال، ما اعمل حاجه اصل هي اوريجينال. مالهاش علاقه. على فكره كان في زمان افلام الينز كانت البطله ست. طب يعني بما ان هوليوود تعتبر يعني هم رواد الصناعه، اوكي، وبرضه لسه كنا بنتكلم عليهم من دقيقه، يعني تفتكر ايه الحاجات اللي ممكن صناعات السينما بوجه عام في كل حته تانية في العالم يتعلموها من هوليوود؟ وفي نفس الوقت ايه اللي انت شايفه في ال15 سنين اللي فاتوا حاجات ابتدت ما تعجبكش في هوليوود المفروض ان احنا ما نعملهاش؟ ده سؤال كتير. ايه الحاجات اللي عاجبني؟ طبعا الناس محترفه جدا، السيستم هناك اقوى اقوى من كل حاجه، اقوى من النجوم واقوى من الصناع واقوى من، في سيستم النهارده قوي جدا قادر ان انت لو خرجت براه استحاله تنجح، ولو ضايقته استحاله تنجح، يعني انت فاهم. وبالتالي انت هتلم نفسك وتيجي تشتغل جوه المنظومه. يعني انا مثلا كان في مسلسل كنت بحبه وبتفرج عليه زمان، كنت شايف البطل بتاعه راجل دمه خفيف يعني، وبعدين مره واحده وكانوا بيعملوا سيزون 2 اظن، كل زمايله اشتكوا منه، كله، ان الراجل ده كان بيسكر وكان بيعمل ومش عارف ايه وبيكسر اللوكيشن ويتخانق مع الناس وبتاع. الممثل ده ما مثلش لحد النهارده، الراجل كان بيقول لك مسلسل مكسر العالم، الراجل ده ما مثلش ايفر، انه طلع وقال انا مش عارف مش هعمل مش فارق معايا، باي باي. ففكره ان المنظومه تبقى باورفل جدا دي على فكره مش حاجه غلط، لان الناس ساعتها هتبقى محترفه. احنا بيغلب علينا الصناعه بتاعتنا زي جو العائلات كده، زي القبايل كده. يعني الصناعه بتاعتنا مش احنا ما عندناش سيستم قوي، احنا عندنا سيستم قبلي، اللي هو مين كبير الشغلانه وتعالى نروح عند عم فلان نقول له مش يعني، ماشيه كده عندنا، انت فاهم. وتزعل من دول فتلاقي الناس الناس التانية ممكن، يعني ممكن نزعل من المجموعه دي فنروح نبقى مع المجموعه دي فاهم مش عارف يعني. وعادي جدا الناس بتتغاضى وتكسر السيستم من باب مش عايزين نزعل فلان او فلان جامد او يعني. بالعكس انا شايف ان هم هي صناعه عندهم. الصناعه دي انت بتتكلم في يعني اندستري، صناعه، كلمه اندستري دي زيها زي مثلا صناعه احنا بقينا بنقولها يقول لك صناعه السينما، صناعه كلمه كبيره وبقينا نقولها مالهاش معنى، لكن هي الحقيقه زي صناعه السيارات، صناعه التليفونات، صناعه انت فاهم دي بالمنظر ده مصنع وحاجه جواها لازم يبقى السيستم قوي جدا، ما ينفعش ان انت تبقى كده. احنا انت انا فاهم. بحس من الحاجات اللي انا بحبها جدا ان الاستوديوهات الكبيره بيبقى عندها حته التنوع. من افلام مهمه جدا ممكن تقول سواء كانت مهمه عشان هي بلوك باسترز او مهمه علشان ممكن تبقى داخله في اللي بيسموه مثلا انها تبقى داخله جوه الفئه بتاعت المهرجانات، ايوه او افلام ممكن تبقى بتاعت ناس لسه بتبتدي جديد، وافلام فيها يعني تالنتس جديده ما عندهمش الخبره الفظيعه وممكن حاجه منهم تضرب. بحس التنوع ده بيدي يعني بيخلي البورتفوليو بتاع الاستوديو غني جدا، ومع السنين بيعظم من الخبرات اللي عندهم، بيعظم بقى من مستوى السينما اللي هم بيطلعوها بوجه عام. صح. مش ان انا مركز في نوع معين من الافلام، يعني انا مثلا الكوميدي بيجيب معايا كويس قوي فانا من اول النهار لاخره او من اول السنه الاخيره ما بطلعش غير كوميدي. يعني لازم هتلاقي وورنر، هتلاقي باراماونت، هتلاقي الاستوديوهات الكبيره لازم هتلاقي عنده بورتفوليو من الافلام بيتنوع من الجانر ده للجانر ده وفي مستويات مختلفه بقى من الفيلم ميكنج، زي ما بنقول من الحاجات اللي هي بتنزل فيري سمول ريليسز سواء على ستريمرز او كده، والحاجات بقى اللي بتنزل على عدد الشاشات الكبير. دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا هناك. هم هناك، ما انا بقول لك احنا، هو دايما الطبيعي ان يبقى في عرض وبناء على العرض يحصل الطلب. هو النهارده هيجي يقول ايه؟ طب انا هعمل فيلم من فيديو جيم، انا هعمل فيلم دراما، انا هعمل فيلم رعب، انا هعمل فيلم تاريخي. احنا بقالنا كتير ما بنعملش ايه يعني. مثلا من ضمن القصص اللي كانت مع يعني قديمه عارفها، اما جم يعملوا فيلم بارتس اوف ذا كاريبيان. فيلم بارتس اوف ذا كاريبيان ده
كان الراجل جه المؤلف يكتبه، وكان في مشكله كبيره جدا ان كان في فيلم قراصنه اتعمل، اتكلف واحد من اكتر الافلام اللي فشلت في التاريخ، كان بطلته 6 على فكره، وعملوا قرصانه 6 ايام، هي فيلم قديم في التسعينات كده، كان فيلم معروف قوي اسمه كات ثروت ايلاند، فيلم خايش تخيشه مرعبه يعني. فعدى 10 سنين محدش عايز يقرب من النوعيه دي، ثم الراجل لوحده قرر انه يكتب فيلم، قال لك ايه اللي ما بيتعملش بقاله سنين، ما هكتب فيلم بايرتس، فقرر يكتب بايرتس اوف ذا كاريبيان. ما كانش اسمه بايرتس اوف ذا كاريبيان، كان له اسم تاني. محدش عايز يعمل فيلم، لان بقول لك بقت منطقه كده زي انت فاهم، يعني حاجه خطر ما حدش هيقرب لها. جا ديزني، شركه ديزني، ودي برضو من الحاجات اللي دي مثلا حاجه مش عندنا خالص، اتمنى انها تبقى موجوده، اللي هو ان هم الريفينيو بتاع ديزني كشركه يمكن السينما 20% منه، وال80% من البروجكت اللي عملوها هيجيبوها من حاجات تانية كتير، من لبس، من لعب، من فيديو جيم عن نفس الفيلم، من الحاجه اللي فاضله ميرشندايز بقى عموما ميرشندايز، يعني. ثم رايد في الملاهي عندهم. فاللي حاصل ان هم كانوا بيجددوا في رايد اسمها بايرتس اوف ذا كاريبيان موجوده عندهم في الملاهي، كانوا عايزين يجددوها. دي خطوه كبيره في ديزني، حاجه تسوى كتير يعني، هم في الملاهي يجددوا بايرتس اوف ذا كاريبيان. طب نعمل ايه؟ احنا هنعمل فيلم علشان نماركت اللعبه اللي جوه الملاهي انها بتتجدد، انها اتجددت. فلقوا السيناريو بتاع الراجل اللي كاتبه بقاله سنين ما حدش عايز يشتريه، فقال خلاص ناخده نعمله بايرتس اوف ذا كاريبيان، وقاموا جايبين جوني ديب، فابتدوا يشتغلوا على انه يبقى جاك سبارو. فبقول لك الدنيا بتمشي كده، هم بيحركوا السوق، احنا ما بنحركش السوق، احنا الكوميدي شغال كوميدي 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 كوميدي. حتى يعني احنا وصلنا لمرحله ان كان في افلام كوميدي، لو انت خدت بالك في الدروب اللي حصل في الكوميديا في مصر في الكام سنه اللي فاتت، حصلت من ايه؟ ان حصل تشبع من افلام الكوميديا الزعقه قوي، الكوميديا اللي فيها مبنيه على فرضيات كبيره، على حاجات ضخمه، اللي هي باي ذا واي جت وسادت ودومينيتد الماركت سنين، يعني من ظهور من اواخر شيكو التسعينات وفهمي وهشام، لا من ظهور في شيكو وفهمي وهشام، ان هم دخلوا عملوا الحرب العالميه والمجموعه اللي حمله فريزر وكلب بلدي وسمير وشهير. ما كانش في النوع ده من الافلام الكوميديه اللي مبنيه على فرضيات كبيره، ناس رجعت في الزمن، ناس مش عارف فاهم. ثم مره واحده النوع ده ما بقاش له نفس النجاح. ده حصل من ايه؟ حصل من الناس، من الجمهور، ان الجمهور ما بقاش بيقبل على نفس النوع ده تاني. بقى ايه اللي بينجح دلوقتي؟ الافلام اللايت كوميدي والمسلسلات اللايت كوميدي. طب وعلى نفس الحكايه، ايه الحاجات اللي انت شايفها في هوليوود كترندز خلال الفتره اللي فاتت، شايف ان لا انا ما احبش ان الترندز دي تترجم عندنا هنا؟ هو انت عارف هي مشكله هوليوود ان هم دخلوا السياسه مع الافكار السياسيه الكتيره في ان هم يغيروا المجتمع، يغيروا مش عارف ايه، يبقى احنا لنا فابتدت كمان تحصل بشكل فج، بشكل مزعج، ان انت النهارده اوكي احنا عايزين نبقى فيمينست. انا هقول لك مثلا، انا من 5 سنين كلمتني المسؤوله بتاعه HBO، اللي كانوا HBO ناويين يخشوا الماركت عندنا وما دخلوش. فكلمتني مكالمه قالت لي انا عارفه انك بتعمل مسلسل ولاد رزق، وانا سامعه ان ده فرانشايز كبير جدا، كان بعد ولاد رزق 2، وانا احنا عندنا اهتمام بالمسلسل. فقلت لها تمام. فقالت لي بس لازم يبقى فيه ادوار ستات قويه جدا، ولازم يبقى فيه مش عارف كذا، ولازم تعمل مش عارف ايه، وتعمل 4 بنات جنب ال4 ولاد قلت لها هو واضح انك دي مش بتعيش ولاد رزق خالص، لان هو ابعد ما يكون عن هو يبقى ينتصر الفيمينيزم، يعني ولاد رزق اصلا يعني انت فاهم. فقالت لي لا، انا لو البروجكت مش فيمينست احنا ما ننتجوش احسن. الجمله قالت لي كده، قالت لي احنا لو البروجكت مش هيبقى فيمينست انا ما انتجوش، انا عندي ده اهم من ان انا اعمله وينجح. فالنوع ده من ان انت تحشر حاجات في الفن مزعج. فانت ساعات ما بتفهمش هو ايه يعني ايه وجهة النظر بالظبط، يعني بتحس ان بتكبر المواضيع بزياده. تاني في المبدأ موجود ومفهوم ومتفق عليه، بس ان انت تبقى بتروح فيه الى اقصى حدود لمجرد انك تثبت موقف او ان انت تثبت نقطة معينة، بحيث ان ده بيبقى شوية ممكن يبقى ضد مصلحة العمل نفسه. هو ده اللي حصل، هو بقى ضد مصلحة العمل. بقول لك هو لو الموضوع جاي بشكل اورجانيك وجاي بشكل
من يعني مغزول في القصه بشكل ما حدش مفيش حاجه. يعني مسلسل رامي اللي هو مسلسل رامي يوسف. رامي يوسف حلو جدا. يعني فاهم، ما جيتش بقى تخلق الكاركتر في وسط مش عارف ايه، يعني قصدي هي جايه هي كده. لو الحاجه كده ما حدش هيعترض، لكن انت تيجي تقوم مره واحده تلاقي مشهد حشر ليه؟ تحسه يا جماعه مقحم جدا، مقحم جدا، انت فاهم يعني. وتحسه بقى موجود عشان انت عايزه يبقى موجود، مش عشان هو المفروض يبقى موجود. صح. بتحس اكبر صداع في شغلانه الانتاج ايه؟ ان البروجكت يقوم. هي للاسف انا زي ما حكيت لك في الاول، هي انت بتتخيل ان تخيل خلاص بقى 2 اوت اوف 4، لا ده لسه كتير برضه. يعني هو المعجزه ان الفيلم يتعمل، والمعجزه الاكبر انه يطلع فيلم كويس في اي فيلم سواء انت عامله او غيره. يعني ان فيلم يكمل، واو، يكمل ويطلع حلو، ده شيء صعب جدا جدا فوق متخيل. فتقويم الافلام ده بياخد مجهود كبير قوي. فلغايه ما تدور كاميرا مفيش لغايه ما دي كل حاجه دي يمكن اصعب حاجه، لغايه ما الفيلم ينزل في السينما، ولغايه ما ينزل طبعا. لغايه ما ينزل في السينما، يعني لغايه ما تحضر العرض الخاص كده والنسخه مظبوطه يا جماعه ما فيهاش مشاكل، انت كده تمام. طب انت انتجت افلام وانتجت مسرحيات، حبيت انهي اكتر كمنتج؟ بص، تجربه المسرحيات خطيره، فيها حاجه مختلفه خالص عن الافلام. ان انت بتشوف الحاجه بتحصل قدام عينك، وبتتطور قدام عينك، وبتتحسن قدام عينك، وبتتعرض قدام عينك، وبتتحسن قدام عينك. وفي حاله التيم قوي، يعني الناس اللي في المسرح مع بعض بينهم حاله حميميه كده، وحاله احنا فرقه مش موجوده في السينما قوي. انت في السينما الممثل في الكرفان والمخرج مش عارف ايه، وجينا صورنا وروحنا وعملنا وبتاخد المردود في السينما وفي العرض الخاص، وعلى ما بتاخده بيكون خلصنا اللي علينا وروحنا. يعني انت علاقه الناس بالفيلم تقريبا بتنتهي في العرض الخاص، انت فاهم، اللي هو في يوم العرض على الجمهور. لكن انت المسرحيه لا، انت العلاقه بتكمل شويه في ده. فتلاقي الناس في الكواليس مع بعض، وبياكلوا سوا، وبنعمل المسرحيه بتخلص الناس تتعشى مع بعض، خصوصا انها كمان بنبقى في الرياض، فاللي هو احنا في اوتيل واحد وراجعين في طياره واحده ومش عارف بنفطر سوا تحس معسكر. ففي كده حاله من الحميميه، بقول لك مش شرط تلاقيها دايما موجوده عن السينما. فالجزء ده لذيذ. اوكي. هل صورتوا اي حاجه من المسرحيات؟ كلها اتصورت، كل كلها مسرحيات موسم مراد متصوره ومفروض تتعرض، واتمنى انها تتعرض ان هي عماله تكتر، وبتتكلم في ارشيف مهم. لان انت في جيل كامل من الممثلين ما اشتغلش مسرح. انت خلي بالك، انت حصل يعني بعد جيل محمد هنيدي وعلاء ولي الدين ومحمد سعد، احمد ادم، صلاح عبد الله، المجموعه دي مفيش غير مسرحيتين اللي هو طلع فيهم بالو وكده اوكي وحكيم عيون، اظن دول 3 مسرحيات. وألاباندا هم دول ألاباندا اللي هو فيهم كريم عبد العزيز واحمد حلمي ومنى زكي، هم 3 مسرحيات كده. حكيم عيون شبوره ما طولتش يعني، بس وتقريبا بعد كده المسرح التجاري ده خلص، اللي هو النوع ده مسرح تجاري. فكل الجيل ده معاش مسرح، والجيل اللي بعده كله ما عدا مسرح مصر، ما عدا ممثلين مسرح مصر اللي هم باي ذا واي على كل شيء اتقال يعني، والناس كانت بتكسر. في ناس طبعا اللي هم لهم شعبيه رهيبه، هم بقوا الحجر بتاع. ما انت اللي حصل ايه؟ اما بقى عندك ممثلين خبره اللي هم كانوا في مسرح الدوله، كانوا بيعملوا حاجات كوميدي دول، وجي عليهم بتوع مسرح مصر بقوا دول حجر الزاويه بتاع المسرحيات اللي اتعملت في ال5 سنين اللي فاتوا. يعني دول اللي عندهم الخبره الحقيقيه، او الناس اللي كانت مع استاذ خالد جلال، او دول اللي عندهم الخبره. الباقي ما فيش، فبقوا دول بيدوا خبره لبعض. فمره واحده بقى عندك ارشيف، ان بقى احمد حلمي له مسرحيات، كريم عبد العزيز له مسرحيات، احمد عز له مسرحيات، محمد هنيدي بقى عنده مسرحيات كتير، فاهم، محمد سعد، كله بقى عد، عمرو يوسف، مي عز الدين، كل الناس دي عندها، منى زكي، كل الناس دي عندها مسرحيات بتاعتها. اتمنى تعرض، لان ده يمكن قد القديم واكتر. صحيح. يعني انت بتتكلم 150 مسرحيه مثلا، 120 مسرحيه. يعني انا هقول شيء، يمكن الاستاذ سليمان عيد توفى، انا عمل معايا مسرحيتين يعني. فاستاذ طارق الشناوي كتب بوست كده ان سليمان عيد ده واحد من الناس اللي بتضحك ومش عارف ايه. انا من كتر ما مش متخيل خدت سكرين شوت وعايز ابعته له، لان اول مره في حياته يكتب عنه حاجه كويسه.
بس امتى؟ فانت ما بتقدرش الفاليو بتاعه الناس دي. لو شفناهم وشفنا المجهود اللي بيعملوه، لا اظن هنحترم ده قوي. مع ان انت جزء كبير جدا من تقديرك للممثلين اللي من الاجيال الاقدم بقى، احنا بنتكلم بقى على كل ما هو محمد صبحي، سمير غانم، عادل امام، الجيل ده او الجيلين دول كان من المسرح. بس وعلى مدى عشرات السنين انت لما بتستضيف عادل امام، بتستضيف سعيد صالح، بتستضيف الناس، بتتكلم معاهم عن المسرح وهم بيتكلموا على قد ايه المسرح كان مهم في حياتهم، وقد ايه المسرح كان يعني طبعا ابو الفنون وكل حاجه، بس قصدي ان هو قد ايه اداهم خبره، وقد ايه اداهم قدره على الابداع. فان انت مفتقد الحته دي دلوقتي، سواء يعني يمكن ابتدت ترجع شويه بس، او كنت مفتقدها على مدى سنين ورجعت ان انت تعيشها تاني. وفي نفس الوقت كمان ابتدى عندك ناس ما كانوش دخلوا في الخبره دي. يعني يعني كذا حد من الاجيال القديمه دي، لما حد منهم يتوفى مثلا من الناس القدام، تيجي تتكلم تقول ده واحد من الناس اللي كان حظه حلو قوي ان هو عمل سينما ومسرح وتلفزيون واذاعه. اوكي، انت اجتماع الثلاثة 4 ميديمز دول في الممثلين الجداد اللي طلعوا في 10-15 سنه اللي فاتوا ما بقاش سهل زي زمان. لا طبعا. زمان كان بيعمل كل الانواع، دلوقتي الموضوع ابتدى يبقى صعب. يعني حتى اللي فيهم كان متخصص اكتر تلفزيون وسينما، كنت تلاقي له مسرحيه كده مثلا طلع فيها يعني. يعني انا فاكر كنا بنتكلم على استاذ نبيل الحلفاوي مثلا الله يرحمه، لما توفى. الراجل ده ليه مسرح طبعا، هو بس هو يعني ليه مسرح وليه مسرح مش قليل يعني، بس قصدي الناس كانت عارفاه اكتر طبعا في المسلسلات اكتر من اي حاجه، وكمان كان ليه افلام مش كتير بس برضو كان ليه افلام. فبرضو من الناس من الاجيال اللي هي كانت بتعمل كل حاجه. فان انت ترجع تاني، ده انا متاكد ان كل ممثل بيتعلم اكتر بقى من كل نوع من انواع الفنون اللي هو بيقدمها، وبياخد منها بقى وبيروح للميديمز التانية يعني. ومش بس كمان، خلي بالك في مخرجين شاطرين وكتاب شاطرين. يعني في ناس البوابه اللي فتحت دي او الشباك الجديد اللي فتح ده عمل، يعني فاهم، دخل ناس، عمل حاله نشاط مختلفه. خلي بالك في ممثلين تتكلم، يعني انت محمد نجم هو مسرح، سعيد صالح لو بغض النظر، يعني انت لو شلت المسرح هيفقد سمير غانم. النجوميه دي فيها ميزه، ان انت النهارده ممكن يبقى ممثل انت بتقول ايه، لا ده تو ماتش على السينما، لا مش عارف مين، لا انت لو شفته في مسرح هتلاقي واحد تاني خالص. هتلاقي ان ايفن نوع الكوميديا اللي بيقدمه هنا هلاقي اكتر، هنا احلى. يعني انت فاهم، انت مش قادر، يعني يمكن لان في ناس من الممثلين الجداد انا شفتهم في المسرح تقدر تحس بالفاليو دي عن ان انت تحصره في السينما. طب هو النهارده يعني تعال نرجع لاكزامبل محمد نجم نجم مسرح، عمل كان له المسرح بتاعه الناس بتروح له في الصيف وبتجيله من الدول العربيه سنين طويله جدا، وله برستيجه ومكانته وكل حاجه. محمد صبحي له برستيجه ومكانته وكل حاجه، بس هو مش نجم شباك في السينما وافلامه مش حلوه. لو شلت ده، لا انت ما عندكش يعني انا اظن ان في ممثلين النهارده هيبقى عندهم القدره دي. لو المسرح رجع والناس بتروح تحضر، في ممثلين انت بتشوفه في السينما النهارده بتقول لا يا جماعه مش منطقته، هتلاقيه ايه ده، او على الاقل مش بنفس نسبه التالق بتاع مثلا ميديم تاني زي المسرح او ميديم تاني زي التلفزيون. يعني في يعني طبعا التلفزيون والسينما بالذات بحس دايما ان في ناس اللي هو بيتقال ده فلان ده نجم تلفزيون، فلان ده نجم سينما. يمكن دلوقتي بره ابتديت تشوف حته ان ابتدوا يتريقوا شويه على ان النجوم لما بيكبروا شويه بيبتدوا يعملوا تلفزيون اكتر. أيوة. ابتدوا حتى يتريقوا على كده في الامي اووردز، يعني اللي هو احنا جايين نكرم النهارده ممثلين السينما اللي كبروا وجم يعملوا مسلسلات. بس ده عشان الكليشيه، الفكره القديمه. يعني هي كانت وجهه النظر القديمه ان التلفزيون بياخد من نجم، وان هو الناس متعوده تدفع فلوس فانت كده ببلاش. يعني فهم لسه مكملين على النكته، لان هي كانت طول عمرها كده يقول لك ده نجم تلفزيوني، ده نجم سينمائي، وده نجم which is على فكره هو موجود. يعني انت النهارده اكيد في ناس نجاحها خلي بالك، اصل كل حاجه ليها تركيبه. انت النهارده الممثل اللي بينجح في التلفزيون بيبقى شويه من تركيبته، الناس عايز تحس ان هو شبه الناس اكتر، ان هو مش مواصفات النجوم اللي هم زي نجم السينما، بتحس انه عايزه يبقى
شكلا وله تركيبه اكتر من، فاهم قصدي، من المعادله هنا غير هنا. يعني تحس، يعني انت مثلا مش عايز اتكلم على اشكال ناس، بس قصدي نجوم التلفزيون طول عمرهم ممكن يبقى ممثل قوي جدا على فكره بتاع دراما جامد ومالهاش علاقه بالقدره التمثيليه على فكره، بس بيبقى شكله اكتر لايق على البيوت. السينما انت عايز حد شكله اكتر الجان قوي او فيدات Glamorous قوي او أكتر كده، في شوية. التلميعه دي. المسرح انت عايز حد كاركتر اكتر، اداؤه فرص اكتر، انت فاهم. فعدم وجود ميديم منهم بيأذي. هتكمل إنتاج ولا كانت تجربة ولسه مش عارف إذا هتفضل مكمل فيها ولا لأ؟ لا مكمل، انا عندي اكتر مشروع متحمس لهم، بحاول ان احنا نعملهم. وبالعكس خلي بالك، بقول لك هي بتبقى حاجه حلوه انك تلاقي سيناريو مش انت اللي كاتبه وتؤمن بيه وتقول المشروع ده حلو يلا بينا، وتلم الناس، يلا المخرج، يلا نكلم النجم الفلاني، مين لاقي على الدور. يعني هي نفس المتعه على فكره. صلاح، تكتب فيلم حلو كل 3 سنين ولا تكتب فيلمين كل سنة بصرف النظر عن الكواليتي؟ لا، فيلم حلو كل 3 سنين. اوكي. طب الكتابة ولا الإنتاج؟ الكتابه. دي سي ولا مارفل؟ مارفل في مرحله كبيره. اوكي. رجل المستحيل ولا المغامرون الخمسة؟ يعني تخيل هقول المغامرون 5 فعلا؟ لان انا المغامرون 5 من الحاجات اللي خلتني اكمل قرايه. يعني رجل المستحيل قريته بعد المغامرون 5، قريته وانا اصغر، فيمكن الحاجات لو كانت سيئه او لو ما كانتش حلوه وممتعه في وقتها كنت ممكن ما توصلش انك تقرا اللي بعده. اوكي. تتفرج على الفيلم في السينما ولا في الليفينج روم في البيت؟ في السينما. اوكي. عبد الفتاح القصري ولا عبد السلام النابلسي؟ عبد السلام النابلسي. اوكي. شوشانك ريدمشن ولا جود فاذر؟ البواخه دي. شوشانك ريدمشن. اوكي. بريكنج باد ولا جيم اوف ثرونز؟ جيم اوف ثرونز. كوينتين تارانتينو ولا كريستوفر نولان؟ جاي ريتشي. جاي ريتشي. اوكي. ماشي. رأفت الهجان ولا ليالي الحلمية؟ ليالي الحلميه. ممكن ليه؟ لانه اجزاؤه كلها حلوه. يعني رأفت الهجان مش كل الاجزاء كانت بنفس القوه. اوكي. روكي الجزء الاول ولا روكي الجزء الثاني؟ روكي الجزء الاول. اوكي. انا كنت وانا صغير احب الجزء الثاني اكتر. اوكي، بس اوكي، بس لما كبرت ابتديت احب الجزء الاول اكتر. لا 1 3 4 يعني 1 و3. الثاني بحسه هو الاول، يعني ما اعرفش. اوكي. انا يعني كنت بحب الثاني على اساس ان هو بيكسب في الاخر. ايوه. السينما الستاندرد ولا الاي ماكس ولا الفي اي بي؟ اي ماكس. اوكي. الاوسكار ولا مهرجان كان؟ اوسكار. بتستمتع اكتر في التحضير ولا في التصوير؟ التحضير، كتابه. انا ما بحبش اللوكيشن خالص. اوكي. تحب اكتر القهوه ولا الشاي؟ قهوه. اهلي ولا زمالك؟ زمالك. الزمالك ولا التجمع؟ انت كمنطقه يعني؟ لا، التجمع. اوكي. تحضر افتتاح الفيلم ولا تتفرج عليه في السينما مع الجمهور؟ لو فيلمي ولا فيلم حد؟ فيلم حد. استحاله، لا ما بحبش اروح العرض الخاص. اوكي. تتفرج عليه مع الجمهور احسن طبعا. اوكي. اخر واحده، العيال كبرت ولا مدرسه المشاغبين؟ العيال كبرت، لان الفصل الاخير في مدرسه المشاغبين عمري ما كملته. اوكي. تقريبا مصر كلها ما كملتوش. بيبتدوا يغنوا وبيعملوا حاجات يعني في حاجه. ايه الحتت او المراحل اللي في السيناريو اللي بتبقى شغال فيها بالورقه والقلم زي ما بيقولوا زي المهندس؟ وهل في مراحل تانية بتبقى سايب نفسك فيها خالص، تفاجئ نفسك مثلا بحاجه بجمله حوار، ولا كله لازم يبقى بالورقه والقلم مكتوب؟ مش لدرجه كله، لا عمرها ما بتبقى لدرجه كله. بص، انا اكتر حاجه بعطل فيها ومهما قعدت يعني تظبط او تحضر قبل ما تشتغل، هي ازاي بتنقل المشهد للتاني. النقله من مشهد لمشهد دي صعبه، مش حاجه بسيطه خالص. هتبتدي المشهد ازاي؟ لان انت ممكن تبقى محضر تحس لا ده مش جاي مع اللي قبله كويس، مش في حاجه هنا غلط. فدي بتاخد مجهود كبير جدا انك بس ده مع اللي قبله ظابطين مع بعض ولا مش عارف اقول لك. يعني قفل ده مع فتحه اللي بعديه دي وده بيتوقف على انت بتقفل ازاي المشهد اللي قبله. انك بتقراهم ورا بعض كده تحس في حاجه مش حلوه، او انا عايز افتح المشهد ده ازاي.
لا لها دايما طول الوقت، وبتتفاجئ ساعات بالحوار، بتتفاجئ ساعات. انا عايز اقول لك سواء في شغلي او مثلا لما جينا انا قليل اشتغلت في يعني الافلام السينما كتبتها لوحدي اغلبها ما عدا فيلم المطاريد كتبوا معايا عزت امين. المسلسلات اللي يمكن ما فيش حاجه اتعرضت، بس كتابه المسلسلات كان معايا ورش او معايا عدد من المؤلفين كانوا شاطرين جدا دايما. انت بتبقى محضر المشاهد، وممكن نفس المشهد ده حد كتبه او حد كتبه او حد كتبه، كل مره بتلاقيه مختلف، ملهاش علاقه خالص، عمره ما بيطلع، هي مفيش مصنع مفيش اسطمبه. ساعات واحد خياله بياخد رغم انك انت عارف المشهد، انت مديله المشهد هيفتح كذا وهيعمل كذا، وساعات بنقف بنمثل المشهد قبل ما يعني واحنا بنحضر المشاهد، بس وقت الكتابه لا بتلاقي حاجات تانية بتطلع. فمش شرط تبقى احلى، مش شرط تبقى اوحش، يعني كل الاختيارات موجوده، يعني ممكن المشهد تلاقيه ايه ده، او حتى جيت تجربه ما كانش زي خيالك. يعني انت ممكن تبقى محضر مشهدك وداخل تكتب المشهد تقول ايه ده، المشهد سخيف جدا، او هو ايه لازمته، فتقوم رميه. فعمرك ما بتبقى 100% داخل عارف هتعمل ايه، لازم تتفاجئ يعني. ولما بتخلص الكتابه وخلاص وصلنا للدرافت النهائي ودخلنا التصوير، لو حصل تغيير ان انت مثلا عامل حسابك ان المشهد هيقفل بشكل معين عشان المشهد اللي بعده هيفتح بشكل معين، ممكن تبقى جمله حواريه بتلنك مع جمله حواريه في المشهد اللي بعديه، لو حصل تغيير في المشهد ده بيفضل مضايقني في السينما طول الوقت. يعني ممكن يكون المخرج والمونتير ما عملوهاش زي ما انا عارف، او ممثل قرر انه مثلا مش عاجباه دي ما قالهاش، بفضل اسمع الفيلم، ما بحبش اتفرج على الفيلم تاني. اوكي. بفضل هو لا في حاجه غلط. اوكي. يعني انا في وداني كنت شايفها او سامعها بطريقه مختلفه. اوكي. فما ما ببقاش بنفس ساعات الناس بتفاجئ بتعمل حاجات احلى، يعني ما بقولكش ان ده، بس بقول لك في حاله كده اللي هو ما كانش عارف، زي ما تكون بتسمع اغنيه توزيع تاني فتحس ان في حاجه غريبه. انت عاده من النوع اللي ممكن يتقبل ان يحصل زي ما يقولوا بعضا من الارتجال او حاجه في التمثيل في المشاهد في جمله حواريه معينه، ولا بتحب الحاجات دي تبقى في اضيق الحدود؟ لا بتقبل طبعا، لان انت اللي بيحصل. انا كتبت مثلا فيلم، تعال نقول الفيلم ده فيه 10 شخصيات، ساعات بتوصل اكتر، يعني اظن ولاد رزق 2 مثلا كان فيه كاركترز كتير جدا، 14 يمكن 15 كاركتر، وكانوا كلهم يعني انت بتوزع مجهودك على ال15 دول، انت عارفهم، بس هيجي ممثل هيبقى بس شغلته الكاركتر ده، فاستحاله هتوصل لنفس اللي هو وصل له فيه. يعني هو لبس لبسه، مشي مشيته، اتكلم بطريقته، مع الوقت هيبتدي هو يبقى احسن منك فيه. فلازم تتقبل ده، ان هو هيجود على اللي انت عامله. اظن كمان في الكوميديا بالذات صعب قوي ان انت تحجم الممثل، لان هو لازم يقولها بطريقه معينه عشان تضحك. ممكن انت تفتكر انك هتقولها بالطريقه دي هتطلع دمها خفيف، لا هو دايما هيبقى عنده شيء اضافي، بالذات في الكوميديا، لانه هيقولها بحتته. فلا بالعكس، مساحه الارتجال ساعات بتبقى صحيه مش حاجه مؤذيه يعني. طب هل تفتكر حاجه حصلت في خلال الفتره اللي فاتت، مثلا اضافه او اقتراح مثلا من ممثل على شخصيه على جمله معينه، حسيت ان هي بعد ما اتعملت فعلا حسنت من المشهد او حسنت من الشخصيه نفسها؟ لا كتير طبعا، لا بتحصل كتير. يعني انا مثلا فيلم المطاريد من احنا كنا بنصور فيلم وقاعدين في نادي بتاع كوره وعايشين فيه، لان هو النادي كان فيه زي فندق كده جواه، كنا عايشين في الفندق ده بنصور الفيلم. وكان معانا مصطفى غريب، ومصطفى غريب مش مبسوط، هو على حظه هو الجون بتاع الفرقه، فهو اللي بيصوروا طول الوقت في نص الملعب، ما بيصوروش عند الجون، فهو حاسس ما بيعملش حاجه وماشي متعصب كل يوم، متعصب. قلت له مصطفى انت ايه طيب، يعني عايز ايه؟ فقعدنا نتكلم. فمصطفى كريتيف جدا، وهو كان بيكتب سيناريو وقت، ايام ما كان دي الشغلانه الحزينه بقى اللي بيعملها لغايه ما التمثيل يمشي معاه يعني. هو دلوقتي يمكن بطل ليه، بس هو مصطفى من الناس اللي شاطره قوي في منطقه الارتجال والكوميديا. فابتدى يقول افكار لغايه ما يعني بقى هو اكتر واحد بيطلع في الفيلم بقى، بيقول لك هو يا ابني انت روح بقى، انت مفيش حد بيصور غيرك. فلا ده بيحصل بالذات، بقول لك مع الكوميديانات لازم تديهم مساعدهم. اوكي.
طب انت عامة في الكتابة انت من النوع اللي عندك باترن معين، يعني مثلا بتكتب خلال اليوم او بتكتب بالليل ليل واخره بقى وكده، ولا ما عندكش نظام معين في الحتة دي؟ زمان خالص كنت بكتب يعني عديت ب3 مراحل في حياتي. في مرحلة اللي هو كنت بكتب الفجر، يعني بتيجي مثلا من 11 لغاية 5 الصبح. بعدين دخلت في مرحلة اللي هو ببتدي مثلا من الساعة 7 بالليل لغاية 12، لأن أنا ما بحبش اليوم يقلب عليا. دي بقت حاجة ما بقول لك ما بستلطفهاش يعني. دلوقتي لا، أنا بحاول أصحى بدري على قد ما أقدر. لو بقى في مكتبي 8 الصبح 9 الصبح ده بالنسبة لي عظيم جدا. خلص على الساعة 2 3 الظهر، ده كل حاجة. فكل ما أقدر أروح 7 أروح 8 الصبح على 2 أكون مخلص، أنا بالنسبة لي ده بيرفكت يعني. تبقى أكتر تركيز، عارف، تحس كده انت رحت رشيت ميه قدام المحل وفتحت المكتب وشربت القهوه ويعني اليوم في بركة كده. انت كده تمام. تخلص بتمرن برجع بحس ان انا كده بالنسبه لي اليوم ده يوم عظيم في حياتي يعني. مش عايز اعمل حاجه اكتر من كده. طب قول لي دلوقتي، انت تقريبا اول واحد سمعته بيطلق كلمة يونيفرس على سلسلة افلام هو كاتبها. وانا طبعا مبدئيا انت في ال20 سنة اللي فاتوا انت من القليلين قوي اللي عمل حاجات، او يمكن اعتقد تكاد تكون الوحيد اللي عمل حاجات فيها اكتر من جزء في نفس السلسله. فعايز اسالك، لما انت وصلت لكلمه ان انت بتستخدم كلمه يونيفرس زي ما الجماعه بتوع مثلا مارفل بيعملوا، تفتكر ايه المقومات اللي بتبقى موجوده في سلسله افلام، سواء كانت افلام اكشن او اكشن كوميدي او وات ايفر، يعني الجانرا اللي احنا بنتكلم عليها، ايه اللي المفروض يتوافر في سلسله الافلام دي عشان نقدر نطلق عليها كلمه يونيفرس؟ بص، كان في فيلم في السينما من كام سنه كده وكان نجح، كان عامل ايرادات قويه جدا، مش تبعي يعني. وبعدين قالوا هنعمل جزء تاني. فانا سالت واحد صاحبي قلت له انت فاكر اسامي الكاركترز بتاعت الفيلم ده؟ قال لي ولا كاركتر. فقلت له يبقى استحاله هعرف اعمله جزء تاني ينجح. ال الاساس بتاع الموضوع كله ان الشخصيات تكون ناس عارفاها وارتبطت بيها فعايزه تشوفها تاني، او فاصبح في شيء من العالم ده انت عارف اساسياته، انت عايز تتفرج على الناس دي تاني اكتر من مره. ظني الشخصي ان في حد كده حصل ما بين المسلسلات والافلام، في ميكس حصل. لو ركزت واحد تشوفه ان هو المسلسلات لما دخلت في البلاتفورمز ابتدت تقرب شويه من شكل الافلام بس من غير الافلام. واللي حصل ان الافلام لما ابتدت تعمل اجزاء كتير قوي ابتدت تقرب لشكل المسلسلات اكتر منها شكل السينما. فالميكس ده لما بيحصل ما بين ان انت الكاركترز بتاعت العالم السينما ده بقت معروفه قوي والناس مرتبطه بيها زي شخصيات المسلسل، هنا اللحظه اللي انت تقدر تعمل فيها اليونيفرس. تقدر تعمل تبتدي تعمل سبين اوف، تاخد 3 تشتغل بيهم لوحدهم، تاخد يعني تعمل الميكسز دي. لان بقول لك الارتباط حصل بالكاركترز. طول ما الارتباط ما حصلش لا ده مش هينفع. اوكي. يعني اقرب لك، يعني انت مثلا تيجي تتفرج على افلام فاست اند فيوريوس، هي ده بقى مسلسل، ده مش فيلم. يعني هو بقى عامل زي مسلسل بس كل حلقه فيه منفصله بنفسها بس بيسلموا بعض. فهي الحاله دي لازم تقرب لها. اوكي. طيب لو رجعتك بقى لايام الجزء الاول من ولاد رزق، احنا انت خلصت الدرافت بتاعك النهائي كان امتى، او يعني خلصت كتابه امتى، سنه كام؟ كتابه ما خلصتش في ولاد رزق. أوكي. انا كتبت ولاد رزق 1 2010 لا سوري 2011، والفيلم اتصور في 2015. ما بين 2010 و2015 4 سنين ونص كان فيهم حاجات كتير يعني. كان فيهم ان احنا بنعدل والدنيا بتتغير عليك فبتعدل. وبعدين لما ابتدينا نصور الفيلم ده مثلا من الاكزامبلز على السؤال الاولاني بتاعك، ان احنا في الجزء الاولاني ابتدينا نشوف ان في كيمياء حاصله بين احمد الفيشاوي واحمد داوود كبيره جدا في اللوكيشن. ما كانش ده المفروض، ما كانش ده موجود بالشكل ده، ان هو انت مهما حاولت تعملها انت مش هتعرف تظبط كيمياء الممثلين مع بعض. فبقينا بنزود واحنا بنصور حاجات ليهم، يعني بنحاول نخلق حاجات للاتنين مع بعض عشان نستفيد من الحاله اللي حاصله بينهم دي.
بين عاطف ورجب. وده كان من الكورنر ستونز اللي حصلت في الجزء الثاني. يعني ده كان من الحاجات ان علاقه عاطف ورجب اتبنى عليها جزء كبير جدا من الجزء الثاني. فكره ان كان رجب اللي بيكذب على عاطف وعاطف اللي بيحكي، يعني لان ده حقق مع ناس نجاح كبير فشفناه. يعني شفت انه يبقى موجود. بس بقولك ده كان بيحصل في اللوكيشن. ثم انت بتفضل الفيلم مفتوح لدرجه انه مثلا الفويس اوفر اللي بيتكتب اللي هو بتاع الحكي، سواء مثلا في حته وقعت في التصوير او حاجه ما ظبطتش او حاجه، فبتربطها بالفويس اوفر. يعني جزء من طريقه البنى بتاع او انجن الستوري او الطريقه اللي بتحكي بيها فيلم ولاد رزق دي، انك بتقدر تستخدم الفويس اوفر بشكل يعمل حاجات كتير قوي. ينط من مشهد لمشهد، يحكي بشكل اسرع، يحرك القصه، يوصل لو حته فيها معلومه وقعت. فالفويس اوفر فضل موجود لحد ما الفيلم بيتمنتج. ان كان يعني طارق العريان، استاذ طارق، من الناس اللي بتعمل دوبلاج، فكان الدوبلاج مفتوح والفويس اوفر بتاع الفيلم مفتوح، لدرجه صراحه انا حاسس الحته دي ما وصلتش، او حاسس ان احنا ممكن نعمل طب تعالى نخليه يقول كذا كذا. فده فضل لغايه ما الفيلم وكمل معانا في الافلام يعني 1 و2 و3. كمل فكره انك تقدر تحكي بالفويس اوفر طول الوقت وتربط الحتت اللي بتقع دي. اوكي. طب 4 سنين ونص من 2011 ل 2015 الوقت ده اتصرف في ايه؟ كنت اكتئاب، فاهم، ثم لحظات من النشوه المفرطه والاحساس انك بتقنع نفسك ان الدنيا تبقى كويسه، ثم اكتئاب تاني، ثم طب اروح اكتب حاجه تانية. يعني بتقعد مخك بيودي ويجيب بقى. طب انا دخلت شغلانه غلط، طب انا مش هوصل لحاجه في حياتي، طب ما يمكن الفيلم ده يتعمل فعلا ويطلع زي ما انا كان نفسي يحصل. كده بقى انت عايش 4 سنين ونص في ده. وانا من الناس اللي طول الوقت بكتب. يعني ما انا ما عادش 4 سنين ونص اشتغل في ولاد رزق. هو انا بقابل طارق ونقعد نعدل او يحصل حاجه او يقول لي طب انا بفكر اعمل كذا، ايه رايك؟ الفكره دي كويسه، الفكره دي مش كويسه، طب لا ده هيبوظ حاجه تانية. يعني ده موجود. بس على الجانب الاخر انا بشتغل في حاجات تانية وبفكر في بروجكتس تانية وعندي حاجات تانية بعملها. يعني ما قعدتش 5 سنين ما بعملش حاجه، يعني يجرى لي حاجه لو قعد بس بعمل بروجكت واحد. لا انا طول الوقت يا اما بكتب حاجه، يا اما بفكر في حاجه، يا اما بحضر في حاجه اكتبها. الوقت القليل قوي اللي ما بين الحالات دي يبقى انا مثلا هقول الفتره دي هتفرج على كل الحاجات اللي وقعت مني الفتره اللي فاتت، او هقعد اقرا نوفلز او حاجه. يعني لازم تخلي نفسك مشغول طول الوقت. ما بعرفش اقعد ما بعملش حاجه. اوكي. طب ولما كنت بتقعد القعدات اللي هي فيها بقى ان انت بتبيع الفكره او بتبيع المعالجه لحد، سواء جهه انتاجيه او مخرج او ممثلين، هل كنت بتحاول تركز على حاجات بتميز ولاد رزق عن المشابه له من افلام الاكشن؟ هل كنت بتركز في الحته دي ولا كنت بتركز اكتر في حته السرد او القصه نفسها بتاعت ولاد رزق؟ بص انا يعني انا ممكن ابيع فيلم مش انا اللي عامله. يعني ممكن حد يبقى كاتب فيلم عجبني جدا وتلاقيني بتكلم عنه بحماس كبير قوي، بس لو حاجه انا كاتبها ما بيحصلش ده معايا. يعني بحس اللي هو ايه ده، طب انا كتبته واقعد اقراه. يعني انا ليه طالما كتبت اقعد احكي لك، طالما وصلنا ان في سيناريو موجود؟ لان انت مهما حكيت السيناريو في التفاصيل اكتر وفي حاجات اكتر وفي المشاعر واصله اكتر وفي الضحك واصل اكتر لو في كوميديا او لو في حته دراميه او كده. يعني طالما انت وصلت لمرحله انك كتبت درافت او كتبت درافتس من اي حاجه، الحكي ده اصبح شيء غريب جدا ان احنا نقعد نحكي لبعض. يعني بحس الحكي دي مرحله في الاول. انا من الناس اللي ما بقعدش احكي حاجه مش هكتبها. يعني بكتب الفيلم. يعني انا الطريقه اللي بشتغل بيها ان ببقى حابب فيلم عايز اكتبه بكتبه، ما بستناش حد يجي يقول لي ما تيجي تكتب ده. يعني كل المحاولات ان جابني منتج قال لي ما تيجي تكتب الشغلانه دي بتفشل. بيحصل حاجه في النص اقول لا انا مش عايز. لكن العادي بقعد اكتب البروجكت اللي انا عايز اكتبه كله، وبعدين ابتدي ادور مين هيعمله معايا. فحتى ده الكيس اللي حصل في ولاد رزق. فاللي حصل في ولاد رزق واحد مثلا ان انا كنت عايز اعمل فيلم، حكيته لطارق في الاول خالص قبل ما يبقى مكتوب. قلت له انا عندي فيلم كذا كذا بيحكي عن 4 اخوات ومش عارف ايه بتاع. قال لي ده ممكن يبقى فيلم حلو. وكنا بنعمل فيلم تاني خالص ايامها، وكنت كاتبه. يعني كنا شغالين على البروجكت التاني، ثم البروجكت وقف ودخلت في مرحله الاحباط دي. وبعدين قعدت كتبت الفيلم بتاع ولاد رزق. فكلمت طارق قلت له انا كتبت فيلم عايزك تقراه. فقال لي ايه فيلم ايه؟ قلت له ده بتاع ال4 اخوات، فاكر اللي كنت حكيته لك؟ قال لي ده ظريف.
فكلمني تاني يوم قال لي انا قريت الفيلم وعايز اقعد معاك. فقعد معايا اشترى الفيلم يعني. فبقى طارق اللي بيحكي. اوكي. يعني بقى حتى لما بنيجي نقعد مع الممثلين هو مع الوقت بقى بيحكي الفيلم. وده من الحاجات اللي طمنتني ان انا قاعد 4 سنين ونص مستني الفيلم يتعمل، بس طارق بيحكيه حلو قوي يعني. فاهم؟ انا ممكن ببقى قاعد جنبه بقى اللي هو ايه لو حته وقعت بقول بس هنا كذا بس هو بيحكي حلو يعني فبيبقى لذ انك كمان تسمع فيلمك مع حد حبه، البروجكت بتاعك حد حبه ومعاك على فاهم في نفس كده اون ذا سيم بيج وفي نفس يعني خط. فبتحس لا يحكي يعني وان هو المخرج فبيضيف الجزء اللي هو الرؤيه كمان، يعني مش بس بيحكي لك القصه وكمان بيحكي لك انت بيحكي للممثل غالبا انت هتشوف ده ازاي على الشاشه يعني. بالظبط. ساعات بقى بيحصل كان بينا مشكله احنا عاملين 4 أفلام مع بعض ان طارق يقول لي بس انا بحكيها كده. اوكي. يعني هو ابتدى يحكي الفيلم من غيري فابتدى يحكي بقى حاجات مش موجوده، ففي الاخر يقول لي بس انا بحكيها كده. اقول له مش دعوه انت بتحكيها غلط يعني انت فاهم. يقول لي هو النهايه بتاعتنا دي كان ايه اللي بيحصل هنا؟ اصل انا دايما لما بحكي بقف قبل كذا. فكان في دوت اللي هو وصل بقى ابتدى يالف حاجات يزود حاجات من عنده. فبس انا بحكيها كده لا يعني بنرجع للي موجود. بس بقول لك ما حصلش ان يعني انا بحس ان شغلتك انك تكتب وانك توصف وانت بتحكي وانك تعمل الموضوع يبقى واخد الشكل ده. ليه اخليك تقرا ملخص او معالجه او مش عارف ايه؟ لا انا اكتب الحاجه احسن. اوكي. يبقى احنا على الاقل لو انت عندك اسئله اوكي يبقى انا يمكن ما وصلتلكش كويس في اللي انا كاتبه. يعني لو انت عندك السؤال ده دلوقتي ومش واصله من الورق يبقى انا عندي دروب هنا انت عرفتني ان ده موجود ان الحته دي ما وصلتلكش بالظبط. طب على ذكر طارق العريان وهقول كمان احمد عز، ما شاء الله 4 أفلام دلوقتي مع بعض. 4 أفلام انا وطارق وعز، و5 أفلام فرقه الموت مع احمد عز. احكي لي شويه عن المثلث ده، يعني الديناميكيه بتاعت الشغل ما بينكم انتوا الثلاثه. هل بتوصل مرحله من المراحل اللي يبقى فيه زي ورشه عمل او حاجه في اثناء التحضير؟ ما وصلناش لكده يعني. هو اللي حصل ان ولاد رزق 1 كان مكتوب وبقول لك الاستاذ طارق اشترى الفيلم وقرر ينتجه ويخرجه، وفضلنا كتير بندور مين هيعمل الفيلم لغايه ما جه احمد عز. فنزل الفيلم ويعني حصل ان الكاست كله، لان الكاست كان دايما لازم يجي رضا عشان تعرف مين الباقيين مين بقيه اخواته. فاللحظه اللي حصل ان احمد عز بقى هو النجم اللي هيعمل الفيلم، حصل ان الكاست كله يمكن في خلال اسبوع تك 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 كله يعني قعدنا 4 سنين ونص من ضمنهم مشاكل ومين الكاست ومين هيعمل. يمكن تاني يوم ما حصل موضوع احمد عز الفيلم بقى بيتحرك وداخل يتصور ان نو تايم. اوكي. فتحس ان هو كان الفيلم ده متعطل عشان احمد عز اللي يعمله. دي الحاله اللي حصلت لما جينا نعمل خلصنا ولاد رزق. حصل اتفاق ضمني بيننا احنا الثلاثه ان تعالوا نعمل فيلم تاني، فبقى الخليه هو البروجكت اللي داخلين نعمله. طب ايه يا جماعه، طب ما تيجوا نعمل عن ضابط كذا. حصل ان لا يعني هو الحقيقه احمد عز مش من الناس اللي بتتدخل، يعني هو بقى في ثقه ان احنا بنعمل حاجه جايين من نجاح. فالراجل كان مطمن. قعدنا احنا نشتغل على الخليه كتير وبعدين جه عز فابتدينا نقول له احنا هنعمل كذا 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 ده الفيلم اللي هيحصل. فالراجل بيبقى عنده ساعات كومنتس طب ايه لو يعني، بس مش اللي هو بالشكل حتى الراجل بيكسر او يعني لا هو بيبقى طب انا حابب يحصل كذا في اطار ضيق جدا. ولاد رزق 2 و3 كان الموضوع اسهل لان انت كنت جاي خلاص عارف انت هتعمل ايه. يعني الخطوه اللي كانت صعبه في ولاد رزق 2 هي انك تقول انا عايز اعمل ولاد رزق 2، لان كان في ديبيت طب ايه 2 ده يبقى شكله ايه ويتعمل ازاي وهل فعلا احنا محتاجين نعمل جزء تاني ولا لا. ف رحت انا اختفيت كده وبعدين رجعت قلت له طارق 2 هيبقى بنحكيه بالشكل ده، ده اللي حصل في حياتهم، ده اللي حصل في مش عارف ايه، ده الفيلم هيبقى ماشي بالسكه دي. قال لي ايه ده؟ طب ده ظريف جدا يلا ابتدي اشتغل. كتبنا الفيلم وابتدينا نتكلم معاهم ان اهو الفيلم بقى طارق بقى اللي بيحكي من هنا. انت هنا هيبقى حصل كذا هيبقى حصل كذا هيبقى حصل كذا في حياتك، ده التغيير المره دي بنحكي بالشكل ده. نفس الباترن حصل في 3 يعني. طب على اساس ان عدد سنين مش قليل ما بين الاول وما بين الثالث. وفي السنين دهيت ال4 الاساسيين بقى اللي عمل ادوار مختلفه واللي نجمه طلع شويه وهكذا. يعني الاحجام بتاعتهم كممثلين
ويعني في الكارير بتاعهم اختلفت من الاول للثالث. هل ده كان بيسبب لك اي نوع من اي محاذير معينه ان انت مثلا تاخد بالك في الكتابه ان دلوقتي الموضوع ده هو يعني الشخصيه دي دلوقتي لازم ان احنا نستفيد منها اكتر بشكل معين، او يعني هل ده غير لك حاجه في الكتابه بتاعتك؟ بص، هو ما غيرش حاجه. هو اللي حصل ان ولاد رزق اوريدي من الجزء الاول الكوتشينه اتوزعت بالشكل ده. يعني ده كانت ترتيبه الناس، وده كان شكلهم، وكملنا بنفس ده، لان اللي كان بيبقى جاي هيعمل جزء جديد من ولاد رزق هو عايز النجاح بتاع ولاد رزق. يعني بيفكر في فكره ان المجموعه دي مع بعض هتنجح بالشكل ده مع بعض. اللي ما كملش يعني ما خلي بالك، ما في ناس ما كملتش، يعني قال لك لا انا حاسس ان انا مش عايز افضل اعمل نفس الدور ده دلوقتي او حاجه. دي الاسباب الحقيقيه يعني. لكن الناس اللي كملت جايه بالفورمولا. انا اللي دايما بحاول اعمله انه كل اللي يجي ولاد رزق يخرج مبسوط. يعني محدش يبقى متضايق، ان محدش يحس انه اثر في حجم نفسه او حجم موهبته او دوره كان قليل او كده. واظن اللي كان بيحصل ان دوره كان فيه مشكله او حاجه كان بيبقى تقصير منه او حاجه، لانه انا طول الوقت ببقى موزع الادوار على قد ما اقدر بالشكل اللي يخدم الستوري بتاعتي، مش انه يعني فاهم عايز ده يبقى كذا او لا. يعني بحس ايه الجديد المره دي، طب هحكي الفيلم ازاي، طب هم هيعملوا ايه، طب ايه اللي حصل في حياتهم، لان صعب جدا يعني انك في الاخر تلم ده وتوزع ده وتعمله. الموضوع مستحيل يعني، وخصوصا ان في كاركترز جديده بتيجي عليهم كل مره، فبتبقى عايز تديها كمان مساحتها انها تخش ما تبقاش قليله في وسط فانت بتعتمد ان القصه والسيناريو هم اللي سيئين بنسبه كبيره. اوكي. طب لو برضو بنتكلم على يعني تعدد مرات الشغل مع طارق العريان، تحس ايه مميزات ان انت بتكرر شغل مع نفس الفنان اكتر من مره؟ ايه الحاجات اللي بتحسها مميزات ان احنا اشتغلنا مع بعض كذا فيلم؟ بص، لما ابتديت اعمل ولاد رزق واحد كان بيني وبين استاذ طارق التجربه اللي هو الفيلم ما اتعملش. كان فيلم اسمه النفق، وانا كنت وصلت ل6 درافتات من الفيلم، وفي الاخر هو قرر انه مش هيعمله. وحتى الجمله اللي هو قالها بعد كده انه لما قرا ولاد رزق الدرافت الاولاني قال ايه ده صراحه اتطور قوي، رغم ان عدى 6 شهور انا مش عارف ايه اللي حصل. تحليلي الشخصي لده انه احساس انك هتعمل فيلم وان انت قعدت اشتغلت مع حد بحجم وخبره استاذ طارق، ده اداني احساس انه انا كويس. فاداني ثقه كده معينه في نفسي، خلتني اكتب وانا مرتاح اكتر، واوريدي خدت اكسبيرينس من القعدات اللي حصلت على ال6 نسخ دول. فابتدى ده يطورني بشكل او باخر. لما دخلنا في ولاد رزق واحد وكملنا لغايه الفيلم اتعمل، فيعني مش عارف يمكن 16 درافت اظن ولاد رزق واحد او حاجه زي كده. لما جيت في ولاد رزق 2 او سوري الخليه الاول يمكن صورنا 12 درافت، ثم جينا في ولاد رزق 2 بقوا 9 مثلا، ولاد رزق 3 بقوا 7. فاهم الاكسبيرينس دي من ان انا بقيت فاهم دماغ طارق ازاي، وطارق طريقه تفكيره عامله ازاي، يعني الصواميل اللي في دماغه ماشيه ازاي. فهو هيسال هنا ايه، فانت تحاول تحل، لانه طارق من الناس اللي بيكسر الفيلم ويبقى عايز يبنيه هو. يعني انت مديله السيناريو رغم مديله فيلم مكتوب، هو عايز يكسره خالص ويحس انه بقى بتاعه. اوكي. فانك تنقل الحته دي من هنا لهنا من غير ما يكسروا خالص، على ما نبنيه ان ضاع سنتين بنبنيه تاني قدامه عشان بس يعني الجيم دي تحصل، ده صعب ومرهق جدا. فانت بقيت طب بقول لك ايه، هو هيبقى كذا 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 كذا، ادي شكل الفيلم، ادي شكل التتابعات، فابتدي اكسر معاه واسيبه يكسر وذن الفورمولا دي. لانه كمان مشكله افلام ولاد رزق ان هي مبنيه على بعض زي البازل طبعا. فانت لما بتيجي تشد حته كده من النص تشيلها، الفيلم كله بيقع. لكن انت خلاص انت باني البازل، فبقيت انا واصل لمرحله من الخبره انه الفيلم متقسم سيكونسز، فانت لو عايز تكسر هتكسر الحته دي بس مش هتكسر الحته دي، وهتكسر الحته دي مش هتكسر الحته دي. خلاص دي مبنيه ودي مبنيه ودي فوصلت للخبره دي معاه. ان احنا وصلنا في ولاد رزق 3 انك بيجي لك تليفون ان في 2 من نجوم الفيلم مش هيكملوا، وتكمل الفيلم وبنصور الفيلم. انك بيتقال لك انك هتصور الفيلم النهارده. احنا اظن كنا في اول اكتوبر
كنا يمكن 10 اكتوبر مع بعض بنوصل لاتفاق مع المستشار تركي الشيخ ان احنا هنصور في ماتش الملاكمه، وان بطل العالم تايسون فيوري هيبقى في الفيلم يوم 10. يوم 29 احنا بنصور الفايت، بنصور الفيلم بيفتح يوم 29 بعديها ب 19 يوم. وبيجي لك معلومه الممثلين مش موجودين. الخبره بتاعت ال10 سنين دول، اشغال شقه دول، لو ما كانوش اكتر كمان 10 سنين لما كانوش حصلوا، لا كان الموضوع مش هيمشي. اوكي. لكن احنا واصلين ان احنا بنحكي الفيلم بيننا وبين بعض، حتى لو هو ما عندناش وقت نحطه على الورق، وهو مطمن وانا مطمن ان الفيلم مش هيطلع كارثه، ان احنا هنعرف نمسك الفيلم. فاظن الخبره دي لا مهمه يعني. طب هسألك سؤال، عادة الناس او يعني قطاع مش قليل من الناس بيبقى حاسس دايما ان الفنان زي ما تقول كده بيبقى عنده وجهة نظر هو مقتنع بيها جدا وعايز يمشي وراها وواثق منها تماما. هل انت بتحس ان انت وانت بتكتب ان انت في وجهة نظر معينة انت واثق منها تماما، ولا من النوع اللي بتراجع نفسك اثناء الكتابة؟ انا ما اظنش ان الفنان المفروض يبقى متحجر. يعني انا بحس ان جزء كبير من ان انت فنان ان انت لازم تبقى عندك قدر من المرونة، حتى في التعامل مع نفسك او مع افكارك او مع اللي حواليك. انك تبقى يعني متصلب كده وشايف هو ده الصح. ممكن تعمله في روايه، ممكن تعمله في اقعد اعمل تمثال، ارسم صوره وعلقها في بيتكم، يعني فاهم، اقول هو ده او ده السيناريو بتاعي، انا هقعد اقراه قبل ما انام كل يوم. لكن انت النهارده بتعمل، انت واحد من فريق مهما كنت. صعبه يمكن على نفسيه السيناريست ان انت كتبت السيناريو واصبح حد تاني بيقول الحوار بتاعك، وحد تاني بيصوره، وحد تاني بيمنتجه، وحد تاني بيلبس الناس وكده. بس انت لازم يكون عندك القدر من المرونه انك توافق على ده وتشوفه بيحصل قدامك، وتبقى بتتعامل مع ناس شاطره كمان يتحسن. ما ممكن خلي بالك تسيب شغلك والناس تخربه يعني، بس انت بتتعامل مع ناس شاطره عندها القدره ان كل واحد يجي يعمل دوره ويضيف لاير ويضيف فاهم حته على الشغل ويعمل شغل بشكل كويس. ده اظن هو ده يعني ده يمكن من عظمه السينما كنوع فن، نوع من انواع الفنون، ان هو جماعي جدا. لو عارف كل الحاجات ركبت مع بعض بشكل صح هيطلع حاجه كويسه قوي. ممكن حاجات ما تركبش مع بعض بشكل، بس هي دي بقى اللي انت بتخش تشوفه في السينما او تخش تشوفه مع الناس، اللي هو احنا ظبطت، لا احنا ما يعني. طب هل بتشوف مثلا ان علشان السينما او حتى المسلسلات بتعتمد في جزء كبير من نجاحها على رد فعل الجمهور، عشان كده مثلا بتقول حته اللي هو لو انت بترسم لوحه ممكن ان انت يبقى عندك وجهه نظر معينه عايز توصلها، بس مثلا لو انت بتشتغل في عمل جماعي زي سينما او تلفزيون المفروض ان انت برضو بتراعي مقومات اخرى، يعني مش بس وجهه نظرك انت. يعني هل عنصر ان في جمهور ونجاح العمل معتمد على الجمهور ده بيغير شويه من وجهه نظر الفنان؟ بص انت هي مفيش حاجه واحده، مفيش فكره واحده. يعني انت ساعات بتبقى عايز تجرب اوكي افكارك او الحاجات اللي انت حاببها، رد فعل الناس عليها هيبقى عامل ازاي، بتبقى عايز تشوفه. ما انت خلي بالك الناس لو ما اتفاجئتش، يعني لو انت عملت الناس اللي هم عايزينه مليون في المية في كل حاجه، هيبقى مفيش حاجه هيتفرجوا عليها. يعني لازم تفاجئهم بقدر او باخر، يخش الفيلم ما يبقاش عارف ايه اللي هيحصل، ما يبقاش عارف 100% ايه الموضوع، والا هيتفرج ليه؟ فهو لازم تفاجئه، وهو مش هينبسط غير لما يتفاجئ. خلي بالك على فكره، يتفاجئ دي مش معناها بس انك تعمل تويست او انك تعمل، انت ممكن تفاجئه انك ضحكته في حته ما كانش المفروض متخيل انه هيضحك فيها. يعني اظن مثلا احنا لما عملنا فيلم الخليه، جزء كبير جدا من نجاح الفيلم ده الناس ما كانتش متخيله انه بيضحك، انه فيلم كوميدي، او ان هو فيه جزء كوميدي. فالناس اتفاجئت في السينما لان حتى التريلر كان دارك جدا واكشن كتير فالناس خرجوا من السينما فاكرين كوميديا من الفيلم. فده جزء من ان انت فاجئت الناس بحاجه هم مش متخيلينها. فبقول لك هو مفيش قالب واحد للنوع ده من الافكار او الحاجات. الناس عايزه حاجه، انت هتحاول تعمل لهم اللي هو عايزينه، بس لازم تديهم حاجات انت عايزها او انت مغيرها لهم عشان ينبسطوا برضه. اوكي. تفتكر لو ولاد رزق كانوا ناس حقيقيين كنت هتقدر ان انت تبقى صاحب حد فيهم؟ يعني كنت هبقى مبسوط ان اقعد معاهم شويه، بس مش كتير. يعني هم اللي حياتهم صاخبه زياده عليا، يعني انا اقل، يعني انت فاهم من كده بس كنت احب اقعد معاهم شويه. يعني هتبقى مبسوط في حاجات كتير وهبقى لا كتير برضو مش هقدر ابقى على نفس اوكي.
الليفل يعني. طب هل في جانرا معين انت لسه ما كتبتش فيلم فيه ونفسك ان انت تجرب الجانر ده؟ يعني انا اكتر افلام بحسها صعبه الحاجات الانسانيه قوي، اللي هي انسانيه جدا، الناس فيها ريل قوي، بحس ان ده اصعب بكتير. اللي هي الافلام اللي تبدو بسيطه بس هي مش بسيطه، تتفرج عليه تقول يعني هو الفيلم ده عن ايه؟ فمفيش حاجه، قصه بسيطه قوي، يعني ما فيهاش حاجه، فاهم؟ ما فيهاش، مش بلوت قوي، مش مفيش حدوته سايقه الفيلم ده بشكل كبير. فالنوع ده بالنسبه لي صعب، لكن انا من الحاجات اللي باحاول اعملها دايما اني ما بكتبش نفس النوع ورا بعض، يعني باحاول افصل ما بين النوع والنوع. فما يعني حتى لو يمكن حاجات ما اتعملتش، بس اللي هو باكتب حاجه كوميدي في النص، ممكن اكتب حاجه ثريلر، اقوم قبل ما اقوم راجع اكتب اكشن، او اروح اعمل حاجه. يعني انا دلوقتي مثلا البروجكت، انا باكتب حاجه اكشن، كنت البروجكت الجاي عايز اعمل حاجه رعب ثريلر، من باب اني افضل مبسوط من اللي بعمله. يعني مش اني انا مش عايز احط نفسي في فكره انه ان انا بعمل شغل، انا عايز افضل طول الوقت انا مبسوط اني بكتب فيلم حاجه عجباني حتى لو محدش هيعملها. يعني بالك انا اغلب البروجكتس اللي عملتها بعد ما باكتبها والله يا جماعه انا باعمل ده، فتلاقي ايه ده في حماس او كده، او ايه يا ابني القرف اللي انت عامله ده. اوكي. يعني عندي مثلا فيلم كنت من عمرو يوسف لما قراه قال لي انت ايه اللي خلاك تكتب فيلم زي ده؟ يعني ليه؟ وانت عارف انه يمكن بنسبه كبيره مش هيتعمل. فقلت له ما هو ده كان الموضوع، ان انا عايز اعمل حاجه مش شبه اللي موجود. يعني طول الوقت بفكر ايه اللي بيتعمل، بقوم رايح اعمل حاجه غيره خالص. فانت مش شايف حته زي ما بيطلع كده مثلا في الافلام بره، اللي هو from the writer of او from the makers of، ان حته ان هو بيقرر ان هو بيعمل مثلا افلام من نوع معين او من جانر معين، ان ده بيبقى فيه يعني زي ما تقول بيبقى فيه بعضا من ضمان النجاح التجاري، على اساس ان هو لو انت عجبكم الفيلم ده والفيلم ده ادخلوا الفيلم ده لان ده جاي من نفس الناس. بص انا اظن ان ده حصل، يعني الثلاث افلام اللي عملناهم مع استاذ طارق واستاذ احمد عز، بيتهيألي ان ده حصل، ان احنا تحولنا لشيء ما، ان في برودكت النهارده الناس اوكي دول، ما هو ولاد رزق، ده ولاد رزق يعني 3 اجزاء، وبرده الخليه في وسطهم، اظن ان ده حصل. تكمل في كل حاجه اتمنى، يعني فروم ذا ميكرز او فروم ذا ميكر اوف، يعني لو في حد هيخش فيلم عشان انا اللي عامله، بس عارف ده بمشكلته. يعني احب قوي ان يبقى في ثقه فيا في ان الناس هتخش الحاجه عشان كتاب، بس بخاف من ايه اللي انت عملته ده. يعني انا يا اخي انا عايز اغير، يعني فاهم، فما تربطنيش بفكره انه ما هو احنا، لا انا كنت عايز ولاد رزق، او انا ايه ده الفيلم ده فيهوش تويست، او الفيلم ده فيهوش مش عارف كذا، انا عامل فيلم كوميدي، او انا عامل فيلم كذا. يعني يعني بخاف شويه ان ده ممكن يأيدك انك تبقى ما بتعملش اللي انت نفسك فيه. عايز تكلمنا شويه عن فرقه الموت؟ اتفضل. تمام. تحب تقول لنا ايه عن فرقه الموت؟ انا بحب الفيلم ده جدا. الفيلم ده مبني على قصه حقيقيه، اللي هي قصه اللي حصلت في الاربعينات، ان خط الصعيد سيطر على مدينه اسيوط لدرجه ان هو بقى هو البلد. فالملك فاروق بقى عنده مشكله انه ده وضع، لان ابتدى يبقى فيه كمان نسخ من الخط في محافظات تانية. فبقوا عايزين الراجل ده يقتلوه، يعني عايزين يبعتوا فرقه من البوليس تقتله. وفي نفس الوقت في هذا الزمان كان بيتكسفوا ان هم يعملوا حاجه زي كده. يعني كان في صحافه قويه قوي ومجلس شعب جامد ومش ففكره ان احنا نروح نقتل واحد، يعني دي كانت حاجه، فالمفروض انها تتعمل بشكل سري، او بشكل المفروض يحصل، يعني يغتالوه بشكل زي الحاجات الاغتيالات السياسيه دي. ففعلا لموا فريق من الضباط وراحوا. دي القصه الاساسيه. الفرق بس ان في الاربعينات، بعد فاهم مرور 80 سنه من الافلام، الحاجات اللي البوليس كان بيعملها في الوقت ده كانت شويه بالنسبه لنا دلوقتي اللي هو ايه ده. يعني عارف في مرحله اللي هو البوليس اللي بيفتح الجورنال وفي خرم كده يعني في شويه كده، الحاجات دي كانت يمكن اياميها جديده. فخدت الفكره الاساسيه وعملت ده. الحاجه الثانيه انه اما تيجي تعمل فيلم في الاخر ظابط راح يمسك حرامي، او اللي هي انت لازم تعرف افلام الاكشن كلها يا اما ظابط بيمسك حرامي، يا اما حرامي بيجري من ظابط، يا اما حد، هي كلها كده في الاخر. يعني عمرك ما هتلاقي الاكشن بيخرج من فكره ان يا اما فاهم في حد بيجري، لازم حد بيجري ورا التاني.
فشويه لازم الكاركترز تبقى شيقه. ده اللي حاولت اعمله ان مفيش شخصيه في الفيلم ده عاديه، مفيش حد حتى ولو هو في الفتره دي. اظن ان الميكس ده ما بين ان انت في الاربعينات بس الشخصيات كلها غريبه او كلها مختلفه او كلها عندها مشاعر متضاربه وعندها حاجات كده، ده مخليها بالنسبه لي اظن ده هيبقى حلو. ده من التصوير كمان طالع حلو يعني. اوكي. احمد عز عامل دراما، آسر ياسين عامل فيلن تاريخي، لانه الخط ده فيلن تاريخي في تاريخ مصر يعني. يمكن ده الأسوأ على الاطلاق، ومفيش حد اظن قتل حاجه و40 واحد او حاجه و50 واحد، لان الخط كانت توصل انك ممكن تروح تديله فلوس تقول له فلان مضايقني يقتله لك يعني. مش لو انا بحس في حته معينه كده هو برضو يعني بيبقى قوي جدا فيها. انا لغايه النهارده لسه فاكر دوره في الجزيره. وحاسس ان يعني دي كانت من اوائل الاعمال اللي انا حسيت بيها ان ايه لا ده في نجم جديد طالع اسمه آسر ياسين، وواضح ان هو ممثل تقيل جدا من الدور بتاع الجزيره. واظن الدور بتاع الجزيره ما كانش اول دور او تاني دور يعني، ما كانش البطوله او السبورتنج، كان يمكن عشان كان لسه شاب صغير برضو، كان يمكن نمره 3 او نمره 4 في الفيلم. بس واضح ان هو بيلمع في الحته دي برضو. هو آسر طبعا الدور بتاع الجزيره لفت الانظار، الناس خدت بالها ان في واحد يعني ممثل شاطر طالع. بس الفرق بين الجزيره وفرقه الموت ان في خبره سنين بقى، الراجل ده بقى عنده خبره كبيره جدا، فعامل حاجه فيها الفرق الخبره الكبيره دي. وفي نفس الوقت احمد عز عمل ضابط كتير، فالضابط اللي في فيلم فرقه الموت عنده قدر من اللايرز وقدر من المشاعر الكتيره والمتضاربه اللي مخليه دور صعب، مش العادي الظابط يعني، مش زي في الخليه مثلا. لا، الفيلم بتاع فرقه الموت فيه دراما في وسط الاكشن وفي وسط الحاجات مخليه، لان بقول لك في الاخر هم ناس حقيقيين، لازم تحس الناس دي كانت موجوده والناس دي اكزيست. منى شلبي عامله دور مختلف جدا يعني. بقول لك انا حابب الشخصيات في الفيلم. عصام عمر عامل دور رهيب. الناس عامله ادوار حلوه يعني، مش يعني هيبقى فعلا فيلم ان شاء الله كويس. ان شاء الله باذن الله. صراحة هنلعب لعبة اسمها كاستنج. اوكي. لو قلت لك لو فيلم ولاد رزق اتعمل في الخمسينات والستينات، مين من نجوم الفترة دي كان ممكن يلعب ادوار البطولة بتاعت ولاد رزق؟ طيب رشدي أباظة، احمد رمزي، ممكن يبقى معاك مكان عاطف مثلا. انا بس خايف مين تاني في الفترة دي. في حسن يوسف طبعا. مش عارف ساعدني. طيب اوكي. هسألك اكشلي هسألك على دور سيد رجب. سيد رجب سهل. ده يعني ممكن يبقى عباس فارس، ممكن يبقى المليجي، ممكن أوكي. يعني مليجي طبعا. مصارع يبقى المليجي طبعا كينج. متهيألي الاختيارات دي. طب بس ده كان يبقى اللي هو يعني دريم كام ترو يعني زي ما بيقولوا. بحاول افكر مين ممكن يبقى مكان تايسون مثلا. كمان انت عندك صلاح ذو الفقار برضو ممكن يبقى يعني، ممكن فيشاوي، ممكن يبقى حسن يوسف. صلاح ذو الفقار تعمل فيشاوي ورجب وعاطف تبقى برضو غريبة. اوكي. مش عارف مين ممكن يبقى برضو ظابط يعني. هي اوكي. طيب وبالعكس بقى، لو جبنا فيلم ابن حميدو وقلنا ان احنا نعمله بالنجوم بتوع دلوقتي. تمام. ابن حميدو مكان احمد رمزي ممكن تحط برضو يا احمد عز يا عمرو يوسف، واسماعيل ياسين احط اسس. اوكي. وزينات صدقي. ايمان السيد. اوكي ماشي. وهند رستم. هند رستم هنا الزاهد. اوكي. ونجيب عبد الفتاح القصري زي ما هو. بالتالي ما ينفعش ان ده يستبدله باي حد تاني. يعني ممكن يبقى برضو في ناس. بيومي فؤاد ممكن يعمل الدور بتاع عبد الفتاح القصري. يعني لا، في ناس كتير. دايما السينما المصريه فيها الكوميديانات عندنا دايما كتير جدا. صحيح. احنا ما بناخدش بالنا، بس فعلا في قدر من الناس
الشاطره قوي الموجوده دايما. صحيح صحيح. صلاح، لو اتكلمت على يعني المرة اللي انت درست فيها ورشة كتابة سيناريو، كنت بتحس هل في حاجة معينة مشتركة ما بين الناس اللي داخلين معاك الورشة انت نفسك ان هم يتخلصوا منها؟ عادة معينة مثلا في الكتابة او طريقة تفكير معينة نفسهم ان هم يتخلصوا منها؟ مش هم بس، هو الناس عموما بتبقى مستعجله جدا، يعني مستعجله انها تكتب، ومستعجله ان الكتابه تخلص بسرعه، ومستعجله ان الفيلم يتعمل او ان اللي كتبوه يتحقق، وده مش حقيقي ومش هيحصل، ولو حصل بتبقى صدفه لا يمكن ان انت تتعامل معاها ان ده الكيس. يعني الطبيعي ان انت هتكتب كتير، وان انت مش هتتحسن غير ما تكتب كتير، وان الطبيعي ان انت اول حاجه كتبتها مش هتعمل، او تاني حاجه او تالت حاجه، ده عادي جدا، لان انت الحقيقه ما كنتش كويس. انت هتبقى كويس لما تكتب اكتر. فالناس بتخش فاكره ان القصه دي او تجربه حصلت في حياتي، او ان انا مش عارف عندي فيلم، او الموضوع ابسط، او ان انا عايز اجرب. هي هي لايف ستايل كامل. انت عشان تتحول ان انت بتكتب فيلم وان الفيلم ده بيتعمل، هو حياتك بتبقى في الحتة دي، وبتعيش بقى بمأساتها فاهم، بالرولر كوستر الجميل ده، اللي هو ايه، الفيلم هيتعمل لا مش هيتعمل، الفيلم هيتعمل لا مش هيتعمل، الفيلم هيتعمل مع فلان لا ده هيبقى حد تاني، لا ده مش عارف ايه، لا. فدي يعني لو انت مش داخل ومقرر انك تبقى تاخد التجربة لغاية اخرها وتستحمل لغاية الاخر، مش هتحصل. اوكي. فبتفاجأ إن في ناس بتبقى فاكرة إنه أنا باكتب، أو أنا كتبت الفيلم ده، أو أنا كتبت فيلم وما اتعملش، عادي يعني. كتبت فيلم ما اتعملش، أنا النهارده بعد 20 سنة أنا عندي 10 أفلام ما اتعملوش، عادي يعني. يعني أنت بتتخيل إنك وصلت لمرحلة في حياتك إنك أي حاجة تكتبها هتتعمل، لأ مش بالضرورة. مش ولا حاجة خالص. اوكي. طيب بتحس يعني سواء الناس اللي كانت معاك في الورشة أو الكتاب الصغيرين أو المبتدئين بوجه عام، يعني بتحس إيه أكتر حاجة بيبقى نفسك إن أنت تقعد تتكلم تقول يا جماعة خلي بالكم من الحتة دي؟ هل مثلا حاجات ليها علاقة بحوار بيبقى طويل شوية، بناء درامي محتاج إن هو يتشد عن كده شوية؟ بتحس إيه الجزئية اللي أنت لو ليك إن أنت تعمل شوية كوتشنج مع الكتاب الشباب اللي لسه طالعين جديد، إيه اللي أنت ممكن تقوله لهم عشان يحسنوا من جودة السيناريو بتاعهم؟ بُص، أكبر أزمة بيواجهها الناس اللي بتكتب جديدة، إنه بيبقى عارف الفيلم هيفتح إزاي، ساعات بيبقى عارف الفيلم هيخلص إزاي، بس ما بيعرفش إيه اللي هيحصل في النُص. فعارف كان حتى مقولة بالإنجليزي، يعني إن كل الأفلام بتنتحر في الأكت التاني. فالأكت التاني عشان يبقى كويس، اللي هو نُص الفيلم، المرحلة الكبيرة جدًا اللي في الفيلم دي، ما بين أمّا الأحداث بتسخن ثم الأحداث بتنتهي، دي مرحلة، ده عمود، ده الفيلم. ده عشان يبقى حلو لازم كل اللي قبله يبقى حلو. يعني الناس بتفتكر إنك ممكن تبتدي الفيلم وأنت مش ماسك الشخصيات كويس، مش عارف هتعمل إيه، مش عارف القصة بتاعتك هتتحرك إزاي، مش عارف البطل بيواجه إيه، مش عارف لو عندك villain، لو البطل عنده مشكلة، لو عنده قصة حب، whatever التفاصيل اللي الفيلم موجودة فيه، لو أنت ما بنيتلهاش كويس وما فرشتلهاش كويس في الجزء الأول من الفيلم هيبوظ منك في النُص التاني. فدي أكبر أزمة، إنك لازم تبني صح أوي في الشوية اللي في الأول دول، ثم يتبني عليه تروح للجزء التاني. أوكي. كان محمد حفظي دايمًا بينصحنا إن إحنا لمّا يعجبنا فيلم أوي إن إحنا نحاول نجيب السيناريو بتاعه ونقراه على أساس إن إحنا نتعلم منه. أوكي. هل كنت بتعمل كده، وإيه رأيك في الفكرة دي عمومًا يعني؟ الفكرة دي فكرة عظيمة جدًا. يمكن أنا عندي مشكلة بس إن لو شُفت الفيلم ممكن ما أعرفش أقرا السيناريو بتاعه. يعني ما أعرفش أعمل حاجة، ما أعرفش أشوف فيلم مرتين. فإلا للضرورة القصوى، أو لو كان في حاجة مهتم أرجع لها عشان أشوف كانت إيه ده كان أظن فيلم كذا، طب عملها إزاي أو كده. ساعات بس قليل أوي يعني. حتى يعني ما باتفرجش على فيلم مرتين أو مسلسل مرتين أو أي حاجة يعني. أوكي. لكن مهم إنك تقرا الفيلم الأول، يعني إنك تقرا السيناريو. عمومًا قراية السيناريوهات مهمة أوي، سواء اتعمل ما اتعملش، حصل ما حصلش، قراية السيناريوهات وحاجة ممتعة جدًا على فكرة. لو السيناريو حلو، شيء ممتع جدًا إنك تقرا سيناريو حلو، وشيء كئيب جدًا إنك تقرا سيناريو وحش.
طب انا عارف ان انت ممكن تكون جاوبت جزئيا على السؤال اللي جاي دهوت، بس يعني هسأله لك بشكل تاني. تفتكر الكاتب الجديد او الكاتب المبتدئ آه، المفروض ان هو يبقى مركز قوي في حتة لما بيجي يكتب ان هو يبقى بيكتب حاجة على اساس انها تتباع، ولا المفروض ان هو يبقى مركز ان هو يطلعها بصدق من وجهة نظره الحاجة اللي هو حاببها، بصرف النظر عن مدى يعني فرص النجاح او انها تتباع بعد كده؟ يعني اظن ان المفروض وانت قبل ما تكتب الفيلم تبقى عارف انت بتعمله ليه، وات ايه الاسباب اللي ورا الفيلم ده، سواء انت عايزه ينجح نجاح تجاري او انت عايزه ينجح نجاح انا بالنسبه لي نجاح فني دي كلمه يعني خاطئه، لان انت بتعمل فيلم عشان يتعرض في مهرجانات، ده مش يعني دي تفرق عن نجاح فني. يعني ممكن مثلا يعني لو انت النهارده عامل فيلم عشان يتعرض في مهرجان مثلا ليتس سي يروح يتعمل في مهرجان كان مثلا، تمام، او اي مهرجان يخش مهرجان محترم يعني، وبالتالي الفيلم ده ما راحش مهرجان محترم ولكن اتكتب عنه نقديا كلام ظريف، انت كده فشلت حتى لو كتب عنه كلام كويس. يعني انت فاهم، انت عامل الفيلم ده عشان كذا، او انت عامل الفيلم ده عشان ينجح في البوكس اوفيس وشباك التذاكر وبالتالي لم ينجح فيه، يبقى انت فشلت برضه يعني. فهي فانت عامل الفيلم ده ليه؟ لو انت لازم تبقى واضح مع نفسك، انا عامله عشان ينجح تجاريا، يبقى في اسس انه ينجح تجاريا. وان كان انا رايي الشخصي قبل ما تكتب فيلم او واحد يكتب فيلم، انه لازم ابقى انا مبسوط من الفيلم اللي بكتبه. يعني انا بكتب حاجه انا عايز اتفرج عليها، او حاسس ان مفيش فيلم بالشكل ده موجود فعايز اكتبه، مش انه شبه حاجه يعني لسبب تاني. فلو انت مبسوط انك بتكتب الفيلم وانت بتكتبه هو وانت مبسوط، اظن ده هيوصل للي هيقراه بعدك، وهيوصل اللي هيخرجه بعدك، هيوصل اللي هيمثله بعدك، هيوصل اللي هيتفرج عليه في السينما في الاخر. فالحاله دي لازم تبقى عندك، وما تبقاش بتكتب حاجه وانت مجبر علشان كذا، او عشان اجره الايجار البيت، او عشان اللي مش عارف كذا. انت الاول بتكتب حاجه انت بسطاك، ده هيبقى له مردوده. هل في حد او يعني مش حد واحد، يعني هل في حد كتب حاجه من اللي انا عارف انت بتتابع باستمرار من فتره للتانيه يعني، بس هل شفت حاجه في خلال الفتره اللي فاتت مثلا لحد جديد تحس انها ابهرتك، سواء كفكره او كحوار او حاجه في البنى الدرامي، مثلا ترتيب معين في التتابع او حاجه؟ يعني في كذا حاجه يعني مثلا انا بالنسبه لي حاجه زي مسلسل لام شمسيه، انا ما اعرفش اكتب المسلسل ده، وبالتالي احترمه جدا، لان مش حاجه يعني لو جيت قلت لي اقول لك اوكي ممكن ده يبقى فيلم، يبقى حلقه، لكن تقعد الناس بالحماس ده 15 حلقه، ده صعب قوي. في محمد دباح عامل في سيكو سيكو شغل كويس قوي، فريش، في حاجه جديده على الماركت، فدباح من الناس الشاطره جدا. في فيلم بيتعمل دلوقتي كاتبه كريم أسامة، واحد من الناس برضو اللي أنا يعني شايف إن هي شاطرة قوي، مستني الفيلم يتعمل لأنه عجبني كسيناريو. في مهاب طارق طالع شاطر قوي، اللي عمل ولاد شمس وكذا حاجة. ففي ناس عندها حاجات حلوة يعني مختلفة، وطالعين بحماسهم الجديد. اوكي. طيب دلوقتي زي ما في ممثلين بيدخلوا ورش تمثيل من فترة للتانية كل 4-5 سنين أو حاجة، حتى لو هم ممثلين قدام وعندهم خبرة، هل تفتكر الكتاب برضو ممكن ان هم يستفيدوا من ان هم يدخلوا ورشة كتابة من فترة للتانية ولا لا؟ أكيد الكتابة دي فيها علم وفيها أفكار وفيها حاجات وفيها تطور، لأن هي شغلانة مش بتقف. هي مش حاجة مش أنا اللي قايلها، بس أظن حد قال حاجة زي اللي هو أنت لو وصلت لغاية الآخر ده مثلا وصلت عن 98%، في ال 2% دول ما بيخلصوش، أنت فاهم؟ دول بتاخد حتة قد كده في حتة قد كده، يعني دول هتفضل طول بقية عمرك كله بتدور في ال 2% على ال 2% أو ال 5% اللي واقعين دول. ممكن تلاقي في كذا حتة حاجة، وعشان كده بقول لك أنا بدور على كونسبت ان افضل عندي حاله الشغف باللي انا بعمله دي، اللي هي اكتب حاجه جديده. فانت دلوقتي رايح تكتب رعب، انا ما هقعد اتفرج على افلام رعب، انا مش يعني فاهم، مش عارف ليه بعمل في نفسي كده بتفرج عليها، بس من باب ان هكتب حاجه انا مش عارف مش ماسك التفاصيل بتاعتها، فهبتدي اتعلم جونر مش عارفه. فما يجي حتى ممكن بعد كده تاخد element
يعني مثلا هديك اكزامبل سريع جدا. انا لما جيت اكتب فيلم 122 زمان، ده كان بره النولج والمعرفه بتاعتي بالكتابه وتعلمته. من اسبوعين 3 كنت بكتب بروجكت فيه اكشن ودراما ومش عارف ايه مسلسل، بس خدت حته من الثريلر اللي انا اتعلمته ايام ما كنت بكتب في 122، ان كتبت مشهد كامل مبني بنفس الفكره دي، ان في حد محبوس في مكان وعايز يهرب منه وعايز يعمل مش عارف ايه. فانا اتعلمت ده، ان ممكن اعمل مشهد من الحد مزنوق في مكان صغير جدا يعمل يديك سين حلول، ظريفه يديك ويديك حلول بالظبط. بعد كده. فالنوع ده من الادوات انك تحطها تزودها معاك في العده بتاعتك، انك تجرب تكتب فيلم كوميدي، فاوكي لا انا ممكن ابني مشهد كوميدي. فما تيجي في وسط فيلم زي الخليه انك تعمل الفرشه كامله بتاعت العربيه اللي بتتكسر من اول ما مرات تايسون سماح بتنزل تلاقي الخربوش على العربيه لغايه ما العربيه بتتكسر خالص، انت اتعلمت تعمل سيت اب وتعمل باي اوف بتاع حاجه كوميديه. فده يعني مهم يبقى عندك، لانك تقدر ساعتها توزع الحاجات دي. اوكي. طب وعلى ذكر كلمة العدة، لو آه. فعلا الكاتب خلينا نقول ان هو عنده العدة بتاعته اللي هو بيشتغل بيها، يعني تفتكر لو انت بتنصح برضو الكتاب اللي داخلين ورشة جديد، تقول لهم ايه اهم 3 ادوات لازم يبقوا دايما شايلينهم معاهم في العدة دي؟ طبيعي ان الناس محتاجه تكتب كتير، فاهم شيء هو انك تكتب، لانه هي دي العده، هو ده الموضوع الاساسي، انك بتتفرج كتير وبتكتب كتير وبتقرا كتير، تتفرج كتير تكتب كتير، هم دول طول الوقت طول الوقت فانت تبقى محمل بافكار. مش لازم تقرا في حاجه معينه، انت ممكن تقرا في تاريخ، ممكن تقرا في علم نفس، ممكن تقرا في هندسه، ممكن تقرا في اي حاجه تلاقيها فتحت لك حاجه تانية، ممكن تقرا خبر في جورنال. يعني مفيش شيء واحد ممكن تعرف هينور عندك لمبه عامله ازاي. صلاح، مين كاتب السيناريو المفضل عندك سواء في مصر او بره؟ ايه الاسئله الصعبه دي؟ حد بتستمتع تتفرج على شغل؟ انا بقول لك انا بحب الافلام اللي كان بيعملها جاي ريتشي جدا. طبعا اكيد اتاثرت بيها جامد يعني. وانا ببتدي كان في رايتر مشهور قوي بس هو الادمان ضيعه، كان اسمه شين بلاك، كنت بحب اقرا سيناريوهاته جدا. راح في داهيه بس كان مشهور قوي، كان عامل ليثل ويبن او حاجه كده زمان. اوكي. فكان معروف قوي، كنت يعني من الناس اللي كنت بقرا افلامهم بالسيناريوهات وبتعلم منها. في مصر طبعا الاستاذ وحيد حامد في السينما ما اظنش ان حد يعني قرب. يعني انا بحس ان الاستاذ وحيد من الناس اللي عملوا قيمه للشغلانه بتاعتنا. صحيح صحيح. ايه اكتر تعليق مش في محله سمعته على فيلم من افلامك؟ مش عارف محله دي ما يعني يعني حسيت ان هو مش ان التعليق حلو او وحش، بس اللي هو تعليق اللي هو ايه، معلم انت ما شفتش الفيلم غالبا. مش عارف، ما خلي بالك اصل التعليقات يعني انت لو سبت نفسك للتعليقات مش هتخلص. انا دايما بحس ان جزء كبير جدا من الناس اللي بيتكلموا على الانترنت هم مش ناس حقيقيه، ويجب ان تتعامل معاهم بناس ان هم مش ناس مش حقيقيه، لانه ومش جمهور سينما. يعني عارف انت لو اتضغط على شيء هي دي افلام واللي انت بتعمله ده سينما انا ما دخلتش سينما من 20 سنه، انت مصدعنا ليه؟ فواحد يقول لك احنا هنقاطع فلان مش هنخش افلامه، احنا مش هنعمل مش عارف ايه انت يا محترم هنخش لك، وتلاقي الناس يا حرام بيصدقوا اللي ينزلوا فيلم ما يعملش حاجه خالص، والناس التانية اللي انتم مقاطعينها افلامها شغاله. احنا ولاد رزق 3 جمهور الزمالك كان مقاطع الفيلم جمهور الزمالك يعني فاهم، فحتى عيب يعني انت لما تيجي تتكلم تقول احنا جمهور الزمالك قاطعنا الفيلم والفيلم يعمل 250 مليون جنيه، يعني شكلها مش، انا زملكاوي شكلها مش حلو، يعني كان جمهور الزمالك ده 12 بني ادم يعني. فالجمل الخطيره دي الناس بتقولها، ما يعني تحاول. يعني انا مثلا 122 لما اتعمل كان في نقد سخيف جدا على الفيلم، وفي يوم انا حضرت ايفنت كانوا عاملينه مجموعه شباب، وبعدين فبقول انا فلان وعامل فيلم كذا وبقدم نفسي حاجه زي كده توك يعني، وعملت 122. فلقيت حد قال انت اللي عملت 122، سابوا كل انا عايز اشكرك ان انت عملت فيلم بيتكلم عن الشباب اللي زينا، اللي هو ايه ده انا، وقعدوا يسقفوا. فانا ساعتها فهمت انه ساعات رؤيتك لحاجات بتبقى انت مش شايف الصوره كامله. يعني انت عمرك ما بتشوف الحاجه كامله، وبالتالي انك
تسيب نفسك ان الكلام عادي، في كلام هيعدي وهيوجعك وهيضايقك وهيزعلك، بس على قد ما تقدر فلتره لانه مش حقيقي. هل عمرك شفت فيلم لحد تاني وقلت ايه ده، انا كان نفسي يبقى انا اللي اسمي على الفيلم دهوت كمؤلف؟ عمري في حياتي ما اتمنيت حاجه مش بتاعتي، عمري. بص يعني ولا حاجه، ولا انت عارف. انا لو معدي قدام محل ما اقدرش اشتري منه، ما ابصش على المرايه، على الفاترينا بتاعته. اوكي. يعني ما اقدرش ابص على حاجه مش هقدر اعملها. انت من النوع اللي بيحب ياكل ويشرب حاجات كتير وهو بيكتب؟ قهوه كتير جدا، قهوه بشكل رهيب. بس مفيش سناكس، مفيش بقى؟ لا زمان جدا كنت في المرحله دي وتخنت قوي قوي، وفي في حاجه كان بروجكت شكل كنت متوتر فيه جدا. ومن ساعتها لا، فكره ان الاكل يتحط، يعني على الاقل بقيت بمنع ده. انا عن نفسي، يعني مثلا لو انا معانا الورشه وبنشتغل بيبقى فيه حاجات. يعني انا اول ما ابتديت قلت هعمل ورشه ويبقى عندي مكتبي، قلت بقى ايه، انا هدلع الناس ونجيب ايس كريم ومش عارف ايه وفاهم وشوكولاتات وبتاع. بس انا مش يعني عندي السيلف كنترول ده، انك ما تسيبش الموضوع يبقى. لو كان جات لك فرصة تشتغل مع يوسف شاهين، تفتكر كنت هتتفق معاه في ايه وتختلف معاه في ايه؟ ما اظنش كنا يعني انا ما بحسش ان اللي انا بعمله شبه اللي هو بيعمله. ما اظنش كنا هنتفق، مش عارف. اوكي. يعني ممكن تقعد معايا في قعده عاديه أو ما اعرفش، بس انا ما حسيتش. يعني يمكن مثلا فيلم زي بتاع وداعا بونابرت ده، كنت اكتب فيلم عن الفتره دي وحاجه زي كده، بس ما كانش هيبقى الفيلم ده اكيد. يعني ده البروجكت الاكتر اللي كنت احب اعمله. بس لا، هو احنا مش شبه بعض. اوكي. هل بتؤمن ان في افلام ممكن تغير حياة بني ادم؟ انا بستغرب. مش الحياة بالكامل، بس قصدي يعني اللي هو مثلا هل في افلام اتفرجت عليها وقلت ايه ده، انا عايز ابقى كاتب سيناريو بسبب الفيلم ده مثلا؟ عايز ابقى كاتب سيناريو بسبب الفيلم؟ لا، انا اصل خلي بالك، هي حاجه متراكمه. يعني انت من اول ما دخلت السينما وانت صغير وانبهرت وقلت ايه ده، واو، لغايه ما جه في يوم قلت ايه ده، طب ما انا ممكن اكتب، هل ده حاجه اقدر اعملها؟ اظن ده شيء متراكم له علاقه بقى كل الافلام الحلوه اللي شفتها، كل الحاجات الحلوه اللي قريتها، كل الناس دي كلها بتبقى اثرت فيك بشكل او باخر لغايه ما وصلت للي انت فيه. فانت نتاج كل اللي عدى عليك قبلك. تفتكر انا سمعتك كتير قوي بتتكلم على حتة ان لازم الكاتب يكتب كتير ولازم يصبر كتير. هل في حاجة تانية غير الاتنين دول الكاتب المفروض ان هم يبقوا دايما معاه علشان يقدر ان هو يبقى كاتب عظيم؟ يبقى عنده الذكاء الاجتماعي للتعامل مع الشغلانه. انت ممكن تتعصب كتير وممكن تتضايق كتير، وممكن لازم ما تمشيش من المكان وانت خسران الناس على قد ما تقدر. ما تمشيش من المكان وانت كان في حلول تقدر تقدمها وما قدمتهاش، كان في حلول للمشاكل ممكن تعملها وما عملتهاش، لانه اكيد في حلول، اكيد في منطقه وسط الناس كلها ممكن تقف حواليها. مفيش مشروع بيتعمل بسهوله، فالحاجات دي بتحصل. يعني انا كل مره اقول يا اخي بقى، وبعدين اكتشف ان ايه ده، طب ما كل اللي حصل، كل البروجكتس اللي عملتها كان فيها مشاكل وفيها بهدله وفيها ناس اتقفشت مع بعض وناس اتخانقت على يعني. فاظن لازم يبقى عندك قدر من الذكاء ان انت عارف كده تسوق كده بين تاخد غرز. اوكي. طيب لو قابلت نفسك وانت صغير وانت لسه بتبتدي الكتابة، هتنصح نفسك بايه؟ هقول له انت مش هتصدق اللي هيحصل. اوكي. يعني ايه ده، حصلت ازاي دي، ما اعرفش. يعني اظن حتى في اكثر اللحظات التخيل وانك بتصبر نفسك تقول انك لا طبعا اكيد وصلت لاكتر من كنت تتخيله بكتير. صلاح الجهيني، شكرا. ميرسي جدا، نورتني. وانا مبسوط اني معاك.